يلا بينا نبدأ تاني سيشن أو تاني ورك شوب معانا في الفري كوب رايتنج ورك شوبس اللي بنقدمها في ليفل فيد كوب رايتنج هاب. النهارده معانا هنتكلم عن التوبيك الخاص بلينكد ان وازاي نلاقي فرص توظيف عليه او انترنشيب او آه، الوظائف عامة بأنواعها المختلفة والتعامل على لينكد ان. والنقطة الخاصة بالتوظيف دي نقطة شاملة شوية، فهتلاقونا بنتكلم عن التوبكس اللي عندنا في الأجندة دي: البروفايل اوبتمايزيشن، والسي في، التبس وتريكس اللي تعمله جوه، والبورتفوليو باعتباره اهم عنصر في المجال بتاعنا، والانترفيو والتعامل بتاعك جواه على مراحل مختلفة، وانت جونيور او انت لسه اصلا ما دخلتش المجال، وبعد كده وانت جونيور، وبعدها وانت ميد ليفل وسينيور وهكذا. فبتبقى كل مرحلة وليها طريقة مختلفة في التعامل وليها طريقة مختلفة في التقديم. واخيرا اسئله. لو حد فيكم هيبقى عنده سؤال او كده في الاخر ممكن نتكلم فيه. وعموما بعد كل نقطه خلينا ناخد اسئله عشان نقدر يبقى كل نقطه خلصناها فاهمينها كويس أوي. طيب، LinkedIn opportunity for copywriters. انا عايز اتكلم عن النقطه دي بشكل عملي اكتر، لان احنا للاسف الناس فاهمه ان لينكد ان ما فيهوش توظيف، او في الغالب ما حدش جرب عليه وظايف. وفي الغالب الناس كلها بتروح تلجأ للنقطه الخاصه بايه، ان هو ينزل بوست على جروب ما على فيسبوك مثلا ويقول يا جماعه انا كوبي رايتر وبدور على فرصه توظيف، او يدور على جروب واتساب ويبقى بيدور على شغل او كده بشكل عام بشكل عشوائي، او يتجه الاتجاه التاني خالص في الكوبي رايترز تحديدا بشوفهم بيعملوها، وهي ان هو يعمل بوست كرييتيف قوي فيبين ان انا كرييتيف جدا ويبقى دمه خفيف مثلا او بيضحك او. وانت مش محتاج تعمل كل ده، انت محتاج تلاقي شخص بيدور على كوبرايتر وتقول له انا كوبرايتر شاطر اهو، ادي مهاراتي، وتقدم له وبس. موضوع ابسط من ان احنا نروح بيه على كوميونيتيز ونروح بيه على جروبس ونروح بيه على نقدمه بشكل كرييتيف وبشكل المره دي اجيب فكره مطرقعه عشان ابيع نفسي ككوبرايتر. للاسف الحاجات دي كلها مش شرط تبيعك خالص، ولا تبين ان انت شاطر، ولا تبين مهاراتك قوي زي ما انت متخيل. فانت محتاج تبقى كوب رايتر، بروفيشنال كوب رايتر، وعارف تستخدم ادواتك صح عشان تلاقي العميل المناسب والعميل الصح، العميل اللي بيدفع كويس، العميل اللي مش متعب، والعميل اللي فعلا عايز شغل وبيدور في المكان المناسب. وعشان كده لينكد ان مليان فرص، ولكن للاسف الناس مش عارفه وجودها اصلا. يعني ده مثلا انا كنت فاتح الاكونت من شويه، فدي اول فرصه مثلا اهو. كوبرايتر، عايزين فريلانس اربك رايتر عامه، رايتر او كوبرايتر او كونتنت كريتور او كونتنت رايتر او ايا كان المسمى اللي بيدوروا بيه في البلاد المختلفه. ما يشغلكش، انت مهم ان انت تبقى عارف المسميات حسب البلد اللي انت مستهدفها. وده اللي بيخليك ايه تقدر تلاقي فرص. كمان الكونكشنز اللي عندك بيخليك تلاقي فرص، ويخليك تظهر لك البوستات اللي بتدور على هايرنج وبتدور على شغل. فعموما في فرص كتير على لينكد ان، خلونا نبدأ بيها ونبدأ نشوف واحد خطوة خطوة كده احنا هنعمل ايه في لينكد ان النهارده. طيب، النقطة الخاصة، أول نقطة معانا النهاردة هي لينكد إن بروفايل أوبتمايزيشن، وهي إن إحنا نكون مظبطين البروفايل بتاعنا عشان اللي يدخل يلاقي إن إحنا شاطرين فيهاير، أو إن هو أصلا لينكد إن يرشحك في الفرص والوظائف اللي بتلاقيها في خانة الجوبس دي عشان تظهر هنا. لابد يكون البروفايل نفسه ويل اوبتمايزد، والبروفايل نفسه شغال كويس، والبروفايل نفسه لينكد إن بيحبه وبيرشحه. فبالتالي لابد ان انت تبقى عامل كل حاجة في البروفايل مظبوطة عشان تقدر تتكلم عنه وتقدر تعرضه بشكل كويس، وتقدر اللي يخش بروفايلك يلاقي معلومات كافية عنك، وبالتالي يبدأ يهاير ويبدأ يفكر فيك اصلا. فانت هتتعامل معاه على اقسام. ليه؟ لان كل قسم هنا في لينكد ان بيفرق معاك في اللينكد ان بروفايل كترشيحات من لينكد ان نفسه، وبيفرق مع اللي بيشوف البروفايل عندك. طيب، هتلاقيه لينكد ان مقسم لك ثلاث اقسام للبروفايل: الكور والريكومندد والاديشنال. يعني انت لما تضغط على اد بروفايل سيكشن، وده في اول حاجه هتشوفها في البروفايل عندك لما تفتح بروفايل فاضي خالص، هتلاقيه ظاهر لك اول بوتن، فتلاقيه بيقول لك اد بروفايل سيكشن.
هتلاقي مقسم لك السكاشن على 3 اقسام: الكور والريكومندد والاديشنال. الكور هدفه ان هو يخليك مور ديسكفربل مع الريكروتر، مع الاتش ار، يخليك ظاهر اكتر للناس، ولينكد نفسه يعرف يرشحك لغيرك. فهو حتى لينكد ان بيقول لك كده: انا هظهرك للاتش ار لما تبقى مخلص الكور بتاعك كويس، باني الكور صح، حاطط التعليم بتاعك، الجامعه كانت ايه، حاطط التفاصيل بتاعتها، حاطط البوزيشنز اللي انت اشتغلت فيها والفرص اللي انت رحتها وعملت ايه في كل واحده، حاطط الخدمات اللي بتعرف تعملها. لو ده طبعا بيفرق، لو بتقدمه فريلانس وكده بيفرق جدا وبتلاقي ناس بتجيلك عليه. كمان لو في مساحات كنت انت فيها مثلا في الجيش، كنت فيها مثلا حصل لك مشكله ما فاضطريت تقعد من الشغل وما ما اشتغلتش، كارير بريك حصل، فبتبدا تبدا تحطه ان انت وتحط السبب بتاعه، حاطط المهارات اللي انت عندك واكتسبتها منين، من انهي شغلانه اشتغلتها في البوزيشنز. يعني بتربط المهاره ببوزيشن ما انت كنت فيه. لما بتعمل ده صح بيبدأ كده ايه، يبقى بروفايلك لينكد ان هيرشحه للناس ويرشحه للريكروترز ويخليه ظاهر للريكروتر، لما يحب يكتب كوبي رايتر هيلاقيك انت اول حد بيظهر قدامه. فده اول خطوه، تفتح كل جزئيه وتقوم ايه، مالي البيانات المطلوبه فيها كامله. مثلا بيانات الاديوكيشن دي بتاعت الجامعه، فهو حتى كاتب لك امثله اهو. فانت هتكتب مثلا: انا الازهر يونيفرستي، الديجري بتاعتي بكالوريوس، مجال الدراسه كان صيدله، الستارت ديت، الاند ديت، بدات امتى خلصت امتى، وبتحط الاكتيفيتيز والسوسايتيز والحاجات التطوعيه اللي انت عملتها في الجامعه، بتحط تخرجك كان بكام او تقديرك كام في الجامعه دي، ووصف قصير عن اللي بيحصل جوه وانت مين وكل الحاجات دي. اعتبر نفسك بتحكي عن المرحله الجامعيه عندك، وتحط المهارات اللي اكتسبتها من الموضوع ده في الجامعة يعني، والميديا لو عندك أي صور، أي تكريمات عملتها في الجامعة، أي أنشطة عملتها فليها صور وليها وكنت نازل ورحت وجيت فيها، فابدأ ضيفها في الميديا. ده كله بيفرق معاك وبيفرق في خانة الإديوكيشن اللي هي بتستخدم بعد كده فين؟ اللي هي بتستخدم ك كديسكفرابيلتي، والنقطة خاصة بالسيرش، ان لينكد ان يظهرك للريكروتر ويظهرك للناس التانية. فدي كده اول جزئيه. كذلك في البوزيشن، لو انت بتحط شغل بتاعك فبتحطه برضو بالتايتل، وتحطه بعدها نوع الشغل اللي اشتغلته، كان فول تايم ولا بارت تايم، ولا ده خاص بيك ولا فريلانس، ولا بعقد 3 شهور مثلا ان هو بروجكت وخلاص وبيخلص، ولا انترنشيب تدريب، ولا ابرنتشيب دي اللي هي الحاجات المهارات اليدويه اللي بيبقى فيها تعليم يدوي اكتر، ولا سيزونال بيبقى اكتر مع الاكسبرت والناس اللي شغاله زي كونسلتنت او كده. فعامة بتبدأ تختار الامبلويمنت تايب، بتبدأ تختار الشركة، تكتب اسمها وتحاول تجيب اللوجو مظبوط، هتكتب اسمها صح فتاخد اسمها كوبي اصلا من لينكد ان البيج بتاعتهم عشان تظهر معاك اللوجو بتاعهم. عايزك تكتب كل حاجة وكل تفصيلة عملتها. في الديسكريبشن مهم جدا انك تكتب الجوب ديسكريبشن اللي انت بتشتغله، انت بتشتغل ايه جوه، لان التايتلز مختلفه. يعني مثلا سيد محمد هو بيحكي دلوقتي قال لك: انا بيرفورمانس ماركتير ولكن ساعات بكتب كوبي. فدي جوب ديسكريبشن اضافي، او مش في الطبيعي ان انا اكون بعين بيرفورمانس وانا عارف ان هو بيكتب كوبي. فكونك بتعمل حاجه مختلفه او فيها جوب ديسكريبشن مختلف، وده شائع في مجالنا، لان في الغالب الكونتنت كريتورز بيعملوا حاجات مختلفه وبيكتبوا انواع مختلفه، الكوبي رايترز كمان بيكتبوا انواع مختلفه من الكونتنت. فمهم ان احنا نوضح ده في الديسكريبشن، وكمان نوضح المشاريع اللي اشتغلناها بنجاح والارقام اللي حققناها، عشان ده كله بيفرق معانا كسيرش في لينكد ان. واخيرا يعني النقطه دي خلينا ننقلها نقفل بيها يعني فين، ان احنا فهمنا ان احنا دورنا ان احنا ندخل على كل جزئيه ونتاكد ان احنا مقفلينها، حاطين فيها كل البيانات المتاحه ان احنا نتكلم عنها. مثلا السكيلز، لو انا مثلا بعمل اي كوميرس اوبتمايزيشن مثلا، بما ان انا اشتغلت فتره كبيره في الاي كوميرس، فانا اقدر اعمل سي ار او للاي كوميرس تحديدا. حلو. وانا مش حاطط المهاره دي في البروفايل عندي، فالسكلايه دي مش ظاهره على البروفايل، فهو بيقول لي سجستد، فبيقول لي ضيفها، فتمام اهو. هيقول لي ايه بقى، هيقول لي: هو دي اكتسبتها امتى؟ فقال لك الهايررز او الريكروتر او الاتش ار
بيفاليو الكونتكست، بيفاليو السياق. هو هيقدر قوي انك بتقول له هو المهاره دي انت اكتسبتها في انهي مرحله. فلما تقول له هي المهاره دي كانت مناسبه لانهي مرحله، ساعتها هيبدا يفهم، او هيبدا يثق في اللي انت كاتبه، ويثق في انك هتقدر تحقق المهاره دي. طيب مثلا انا الاي كوميرس اوبتمايزيشن اكتسبته في البوزيشنز التاليه، يعني ممكن ده ما اعرفش ليه متكرر مرتين عندي، ممكن نضيفه مرتين هنا. اوكي. ومتعلقه مثلا بكورسات ايه، فهو بيقول لك انت المهاره دي انت جايبها من انهي كورس، او انت ذاكرت لها ايه. طيب فممكن اخد ده مثلا. اوكي. وهنعلم برضو على الكورسز اللي ذاكرتها. ايه الفرق بين الكورسز واللايسنس او السيرتيفيكت؟ هي الصح بتاعها ان السيرتيفيكت تكون حاجه كبيره زي ام بي اي وخلافه، ولكن لا مانع انك في البدايات زي حالاتنا كده انك ممكن تحط معاييش ام بي اي مثلا. فخلاص هحط الكورسات الكبيره اللي اخدتها، الكورسات اللي فيها ساعات طويله، او الكورسات اللي فيها فاليو كبيره بالنسبه لك وحابب تبرزها، او الكورسات اللي انت خدتها من مكان كبير او مكان معروف، فساعتها برضه حابب تبرزها اكتر، فبتظهر باللوجو وبتظهر بالاي دي بتاعت ان انت اتخرجت من الكورس الفلاني في التوقيت ده، وهكذا. فده كله بيفرق معاك كايه كسكيلز بتظهر يعني اكتر في البروفايل. هوريكم شكلها ازاي. أه... عموما ده كفايه، فهعمل سيف. فكده السكيل اتضافت في البروفايل. تمام. فانت مهم ان انت كل سيكشن تدخله تتاكد ان كل حاجه فيه انت ماليها للاخر. طيب ده الكور عشان الريكروتر، عشان تظهر في السيرش، عشان الناس تعرفك. نقل النقطه اللي بعدها، في خانات اسمها خانات الريكومندد او سيكشنز الريكومندد. الريكومندد بتديك ايه؟ بتديك كريديبيليتي، بتديك مور اوبورتيونيتي. يعني ايه الجمله دي؟ الجمله دي خطيره. الجمله دي معناها ان لينكد ان بيقول لك انا هرشحك بنفسي في الجوبس لما تقدم وسط 100 واحد مقدمين على نفس الوظيفه في لينكد ان. انا هخليك تبقى من اوائل ال 10 اشخاص مثلا قدام الاتش ار لما تملى الخانات دي. فيبقى انت كده ايه؟ فهمت لينكد ان اكتر، ان هو بيقول لك املا لي ريكومندد سيكشنز، عشان ده بيزودك عند الشخص كريديبيليتي، بيزداد مصداقيتك عند الشخص ان انت شاطر. تاني حاجه بيديك اكسس على فرص اكتر، سواء في الشغل او في ان البروفايل اصلا يظهر للناس او التفاعلات بتاعته تزيد وهكذا. فالريكومندد سيكشنز ما تفوتهاش. اد فيتشرد، لايسنس، بروجكت، كورس، ريكومنديشنز. ايه الفرق بينهم؟ واحده واحده. الفيتشرد هي الخانات اللي بتبقى تحت الهيدلاين والبروفايل فوتو الكفر والبروفايل والهيدلاين. تحت اول خانه بتبقى الفيتشرد. الفيتشرد هي جزء من البروفايل ظاهر فيه كل اللي انت عايز توريه عن نفسك وتحكيه عن نفسك. ممكن تحط فيه النيوزليتر بتاعتك، ممكن تحط فيه بورتفوليو بتاعك، ممكن تحط فيه لو انت مثلا نزلت في اخبار او خدت تكريم معين فتحط صور التكريم ده. مليانه تفاصيل كتير. يعني دي مثلا مثال على فيتشرد انا حاطط فيها نيوزليتر، وزمان كنت حاطط فيها تكريمات ايام الجامعه وكده. يعني في بدايه الكارير كنت حاطط فيها تكريمات الجامعه، لانها كانت بالنسبه لي فاليبل، وكنت باخد بيها يعني بوش عند الاتش ار ان هو يبدا يهاير بي وكده يعني. طيب فانت ممكن تضيف بوست معين انت منزلته على لينكد ان، فتضيفه فيتشرد عندك في البروفايل، وليكن بوست تعريفي بنفسك، فتنزل بوست تعريفي واعمل له فيتشر في البروفايل النهارده. طيب هتعمل نيوزليتر او تعمل حاجه تجمع الناس عندك وتبدا تقدم لهم محتوى معين، فاوكي. هتعمل مقالات معينه وعايز تفيتشر المقاله دي في البروفايل وتبقى ظاهره في اول البروفايل، تمام. عايز تعمل لينك معين، لينك فيديو مثلا لقاء تلفزيوني رحته، ويب سايت بتاعك عامل ويب سايت لنفسك، بتنزل مقالات في مكان ما وهكذا. اي صور، اي برزنتيشن، اي دوكيومنتيشن موجود عندك ممكن تضيفه، فبالتالي ممكن تضيف البورتفوليو، ممكن تضيف اي حاجه تخطر على بالك. فده خلت الفيتشرد بتظهر بالشكل ده في البروفايل اهو، بعد الاباوت، السيرفيس، وبعد الفيتشر. فالفيتشر دي خانه مهمه جدا عشان هتوديك على طول مباشره على، او بتظهر على طول مباشره للشخص ان هو آه، اشترك هنا عشان، او مثلا ده داتا بتعبر عني وبيانات بتعبر عني. فدي خانه الفيتشر مهمه جدا عشان تبدا ايه، آه،
تجيب بيها العميل وتحوله او تجيب بيها الشخص اللي بيدخل البروفايل وتحوله لشخص بيقرا لك او بيتابعك او بيهاير. لو انت حاطط هنا بورتفوليو او حاجه هيبدا يهاير معاك، هيبدا يكلمك يعني على شغله كده. طيب، من الريكومندد انك تضيف السيرتيفيكيشنز، اي شهادات واخدها. الشهادات بتضيفها بأنهي طريقه؟ بتضيفها بالاسم كامل. بتضيفها مثلا ده كورس كوبي رايتنج فور جلف، كنت واخده من ذا كوبي رايتر، فالاورجنايزيشن ايه؟ ذا كوبي رايتر. فهم غيروا اسمهم، فهم حاليا كوبي رايتر اتك اللي هو ده. فانت مهم انك تروح تاخد الاسم الاصلي من الصفحه بتاعتهم، او لو ما ظهروش عندك هنا. ليه؟ عشان اللوجو يبان. لو اللوجو مش باين بيبقى شكلها وحش جدا في البروفايل. فانت مهم تاخد الحاجه بتاعتك باللوجو بتاعها مظبوط. المانثلي ديتس والاكسبيريشن، وتكتب كل حاجه عندك. الايشو ديت ده اللي هو ايه؟ اللي هو والله انا خدتها في شهر مارس 2023، فتضيفها. لو ليك اي دي او ليك ان احنا في سيرتيفيكيشن مرفوع على البروفايل بتاعك، فبتبدا تدخل بيديك هو اي دي صغير كده بيبقى تحت الشهاده، فبتضيفه. لو ليك لينك اصلا فبتضيفه، او لو مفيش لينك على الويب سايت بتاعهم فبتبدا تاخد درايف لينك وترفع عليه الشهاده بتاعتك وتحط اللينك هنا، وتكتب طبعا وتضيف طبعا المهارات اللي انت اتعلمتها في الكورس ده، ولو حابب تضيف الشهاده نفسها هتضيفها. فده جزء السيرتيفيكيشن. ايه الفرق بينه وبين جزء الكورسات؟ عشان انت هتلاقي جزء الكورسز موجود تحت منه على طول. الكورس ما فيهوش اي حاجه تانية غير انك بتكتب اسم الحاجه، وبتكتب لو ليك رقم او كود معين اخدته في الكورس ده او حاجه، بس كده. وهو مرتبط بايه، او ولو عايز لو مش عايز تضيفها عادي، بس المهم انك بتكتب اسمه مجرد اسم. فالكورسات بيديك عدد مفتوح، بتضيف لحد 50 تقريبا، وبتكتب اسم الكورس وبس. انما السيرتيفيكيشن بتضيف صوره السيرتيفيكت، بتضيف لينك ليها، بتضيف حاجات كتير عنك. فعشان كده السيرتيفيكت تعاملوا معاه بحذر شويه، وحاولوا تختاروا الحاجات القيمه بالنسبه لكم. طيب، بروجكت، خانه حلوه جدا. لو عندك كيس ستادي، يعني انت باذن الله لما ربنا يكرمك وتكون بتشتغل على مشاريع حلوه بيبقى فيها ارقام بملايين وكده، فساعتها يبقى عندك قصه تحكيها. فانت اكتب والله انا اشتغلت على براند فلاني، وتكتب اسم البراند مثلا، او ان احنا حققنا 1.5 مليون مبيعات في من لا شيء بصرف 50,000 جنيه. حققنا مليون بصرف 50 مثلا. فده كده عنوان حلو. بتكتب في الوصف هنا، تكتب تفاصيل الكيس ستادي دي، او تكتب اللي حصل. اعملوا ايه؟ بتكتب اللي حصل معاك في خلال البروجكت ده، وبتضيف السكيلز بتاعتك والميديا واي تفاصيل حابب تضيفها عن البروجكت، بتبقى موجوده هنا وبتبقى حلوه جدا. كمان عندك فرصه انك تضيف كونتريبيوتور، او زمايلك اللي اشتغلوا معاك على الشغل ده. فمثلا انت ميديا باير، ضيف معاك كوبي رايتر، ضيف معاك جرافيك ديزاينر، فيبقى كلكم في البروجكت ده. وبالتالي ده بيحسن اصلا البروفايل كايه، نقطه خاصه بالاوبورتيونيتيز انك تظهر في فرص شغل اكتر، لان ده شخص فعال في بيئه العمل، وبالتالي بيبدا لينكد ان نفسه يرشحك في الشغل اكتر وتجيب شغل اكتر. ريكومنديشنز طبعا اطلب من الناس انها تعمل لك ريكومنديشن. اي حد اشتغلت معاه ابعت له مسج على لينكد ان، خليه يبعت لك او يعمل لك ريكومنديشن. واي حد اتعلمت معاه كورسات وهكذا فبرضه ممكن يعمل لك ريكومنديشن، حسب طبعا انت ادائك كان ايه في الكورس، او في الشغل وقتها يعني. الاديشنال دي حاجات بتخليك ايه، اكثر ثقه في النتورك بتاعتك، والبروفايل بتاعك يظهر اكتر في الايه في الخانه دي، في خانه ماي نتورك، اللي هي بيبقى فيها ترشيحات لناس زيك في المجال. اوكي، هنا بيقول لك ايه، ناس في الاندستري بتاعتك، فانت هتظهر وسط الناس دي من الاخر، عند ناس تانية بقى طبعا. حلو. فده نقطة الريكومنديشن. النقطة اللي بعدها يعني، ثانية واحدة. فده نقطة الاديشنال سيكشنز. فالاديشنال سيكشنز بتهدف لايه؟ تهدف انها تكبر النتورك بتاعتك. يعني ايه تكبر النتورك بتاعتك؟ هو اللينكد ان بيحاول يصنف البروفايلات اللي عنده، فلما بيصنف البروفايلات اللي عنده بيبدأ يقول لك والله دول ناس درسوا معاك في جامعة الازهر،
دول ناس اشتغلوا معاك في نفس الشركه اللي انت اشتغلت فيها من سنتين. دول ناس بقى ليهم علاقه بالمجال بتاعك بس في شغل تاني. دول ناس ليهم علاقه بنفس الفولنتيرنج سيرفيس اللي انت عملتها قبل كده. فيبدا يقسم لك النتورك او ماي نتورك اللي انت شفتوها من شويه دي، يبدا يقسمها لك بالناس اللي انت تعرفهم وبيه. فده بيساعدك ان انت تبيلد ريليشن شيبس اكتر، البروفايل يكبر كفولورز وككونكشنز وهكذا. فبتضيف هنا اي فولنتيرنج اكسبيرينس عملتها. لو ساهمت في النشر في مجله ما، يعني نشر علمي مقصود بيه هنا، ولكن ستيل لو بتنشر في مجله مثلا زي مجله اضاءات وليك مقال عليها فتقدر تضيفه هنا. لو عندك براءة اختراع في حاجه، لو اخدت تكريم او من جهه ما، او مثلا وليكن انت اتكرمت في الشغل ان انت موظف الشهر، روح ضيف هنا في السكشن ده. لو واخد اي تيست او وليكن واخد ايلتس، واخد تويفل، حاجات زي كده، فبنبدا نضيف التست سكور هنا. لغات طبعا، اتعلمت لغه معينه فبتضيف اللغات اللي انت بتعرف تتكلم بيها ومستواك في كل لغه. اي منظمات انت منضم لها، وليكن انت منضم للبريتش كونسل، منضم لاي مكان، مركز الامريكي مثلا للتعليم والحاجات دي، فبتبدا تضيف هنا الاورجنايزيشن اللي انت فيها، والكوزس اللي هي الحاجات اللي انت بتؤمن باهميتها وممكن تروح تتبرع فيها وهكذا. فالبروفايل اللي هو الجزء اللي هو دي اديشنال سيكشنز دي بتخليك ايه؟ بتخليك مور بيرسونال، بتضيف شخصيه على البروفايل. وده اللي بيخليك لان عارف يرشحك للناس وعارف يقدمك للناس، يقول لهم انت مين وبتقدم ايه وهكذا. فده كده اقسام بروفايل لينكد ان. تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي اكتر اهو. انت محتاج تكتب ايه في الاباوت انت عندك السكشن ده اول سكشن ليك في البروفايل. فانت محتاج تحط في البانر حاجه بتعبر عنك او حاجه انت بتقدمها. فانت مثلا لو بتبيع اي بوك معين، فبتحط الاي بوك وبتحط جنب اسمه وبتحط تفصيل عنه. صورتك صوره واضحه ليك، وشك واضح، لبس رسمي شويه. الحاجة التانية الهيدلاين بتاعك يبقى واضح، وفي الغالب الأرقام مهمة جدا. فأنت لو عندك أرقام وقادر تحكي بأرقام، يا ريت تعمل كده. لو مش قادر تحكي بأرقام فممكن تشوف أنت أرقام وتقولها، وهنتكلم عن النقطة دي أكتر في البورتفوليو. بتحط بوزيشن او بتحط الحاجه اللي انت بتعملها، وبتحط الحاجات اللي ممكن اجيبك فيها كفريلانس، وبتحط الرقم او الحاجه اللي انت شاطر فيها، او الرقم اللي انت حققته، او الاتشيفمنت اللي انت عامله وهكذا. بتضيف طبعا لينكات، بتضيف اللي انت عايزه هنا. يعني عامه زي ما قلت لكم، انت بتشوف الايديت بوينت ده، بنشوف الحاجه الايديت ده بيديك ايه، وتحاول على قد ما تقدر تملى كل السكشنز موجوده. في الاباوت سيكشن دورك انك تتكلم عن نفسك بسرعه في سطرين ثلاثه، وتقول انت بتعمل ايه، بتعرف تشتغل ايه. واخيرا حط كول تو اكشن يخليه يبعت لك يبعت لك دي ام، عايزك في شغل، عايزك في حاجه، يبعت لك دي ام وهكذا. الفيتشر سيكشن زي ما قلت لكم بتظهر في البروفايل من فوق، فبتبقى اكتر حاجه بتعبر عنك، فممكن تحط فيها بوست مثبت مثلا بيحكي انت مين. ده ابسط حاجه يعني. نراعي بقى نراعي الاكتيفيتي، لان الاتش ار لما يدخل البروفايل عندك هيشوف الاكتيفيتيز بتاعتك. فوالله هو هيشوف ان الاكتيفيتي ده، او والله هيشوف البوستات اللي انت عملتها، في اخر بوستات انت عملتها هيشوفها. هيشوف لو مفيش بوستات هيشوف اللايكات، انت عامل لايك لايه. فتراعي قوي في لينكد ان انت بتعمل لايك لايه، لان المفروض اللايك اللي انت بتعمله ده يعبر عنك برضه. فبالتالي لما ادخل لينكد ان عندك محتاج اشوف الاكتيفيتيز بتاعتك منضبطه ومتعلقه بالكوبي رايتنج. عشان لو لقيتك مثلا بتعمل لايكات على جمعيه الجمعيه الزراعيه مثلا، او حاجه ليها علاقه بالزراعه، او حاجه ليها علاقه بالكهرباء، ايا كان، وهي حاجه مالهاش علاقه بيك، او عامل كومنتات عند ناس مالهمش علاقه بيك قوي، او بتعمل حاجه مالهاش علاقه بالمجال بتاعك عامه، فده كله هيرفلكت ان البروفايل مش اقوى حاجه، هيرفلكت ان انت شخص ممكن مش في مجالك قوي، او مش منتبه لمجالك قوي. فبالتالي هيبقى بروفايل مشتت وضعيف. انت كاتش ار محتاج تشوف ان الشخص ده بيتكلم كوبي رايتنج. فاول حاجه بشوف ان هو بيتكلم في الكوبي رايتنج يبقى هو كوبي رايتر. شفت ان هو بيتكلم عن الهيستوري بتاعه فهو كوبي رايتر. شفت ان هو بيعمل كذا فهو كوبي رايتر. تمام، يبقى انت كل بروفايلك عن نقطه واحده، عن تخصص واضح،
قادر تتكلم فيه وتعرض فيه شغلك بشكل واضح. اوكي. الاكسبيرينس بتاعتك يا ريت تكتبها بشكل ايه، في قصه، في بروجكت. يعني مثلا ده كده مش صح. ده كده انا محتاج احط هنا كيس ستادي، محتاج احط هنا والله انا اشتغلت على بروجكت اسمه كذا. البروجكت ده حققنا فيه مبيعات بالرقم الفلاني لما عملنا واحد اتنين تلاته اربعه، دي التاكتكس اللي استخدمناها وقدرنا نحقق فيها نتائج كذا كذا كذا. فانا محتاج احدث السكشن ده مثلا واحط فيه ايه، احط فيه ديسكربشن، ديسكربشن عدل يوضح انا مين بعمل ايه وهكذا. ستيل ده كويس عشان انا ذكرت فيه الجوب ديسكربشن، بس محتاج احدثه بان انا احط فيه كيس ستادي. فانت اول ما تبدا شغل بتحط الجوب ديسكربشن، بعد ما تخلص وبعد مش ما تخلص وانت شغال كده عملت اتشيفمنت حلو تبدا تضيفه وهكذا. في الاديوكيشن سيكشن بتحاول تضيف فيه ايه، تضيف فيه الاكتيفيتيز اللي عملتها في الجامعه، تضيف فيه الجريد بتاعتك، تضيف فيه هو ايه الجامعه دي عباره عن ايه، انت كنت دورك ايه، بتعمل ايه جوه، ايا كان الكلام اللي هتكتبه في الوصف. حاول تضيف وصف. ليه الوصف؟ الوصف بيساعد في السيرشابيليتي، او ان الاكونت يبقى سيرشابل، يبقى الاكونت سهل الوصول اليه. فالوصف مهم جدا في اي حاجه في البروفايل. السيرتيفيكيشنز اللي اخدتها ضيفها. اي فولنتيرنج عملته. تمام. السكيلز بتاعتك ومتعلقه بايه، ايه الاماكن اللي متعلقه بالسكيل دي. شفنا الكلام ده. وحاول ترتبهم من الاكبر من الاهم للاقل. الريكومنديشنز اللي اخدتها وتطلب ريكومنديشنز من الناس. حلو. وتدي ريكومنديشنز للناس. الكورسز اللي اخدتها لستها كلها هنا. اي تكريمات اخدتها. اللغات اللي عندك او بتتكلم لغه ايه. الاورجانيزيشنز، منظمات طوعيه وغير الطوعيه. بس. فده كده شكل البروفايل. طيب. والاوبتمايزيشن بتاعه. خلينا نتكلم عن نقطة تانية مهمة في البروفايل بتاع لينكد ان، وهي السيرش بتاعه. هو انا بقى ازاي بلاقي الفرص اصلا الوظائف اللي موجودة؟ عندي خانة جوبس، دي اول خانة بالنسبة لي مهمة، وبقدر الاقي فيها بشكل مباشر وظائف. يعني شركة منزلة وظيفة فبتطلبني فيها، فيقول لي توب جوبس بيكس فور يو، بيقول لي اس يو مانجر، انا ماليش علاقة بالاس يو. يعني ساعات بيعك عادي. سينيور سوشيال ميديا ماركتنج مانجر ممكن. كونتنت ماركتنج سبيشالست في التشيك ومش عارف ايه ومصر ومش عارف ايه. تمام. فدي كده وظائف بناء على البروفايل عندي، شاف ان انا عندي مهاره الاس او فقام مرشحني هنا، قام مدخلني هنا وهكذا. طيب. جوبس وير يو ار مور لايكلي تو هير باك، انت هنا ممكن تسمع اكتر، وقصدي ممكن الاتش ار يرد عليك يعني. فحاطط لك وظائف تانية بريميوم. فسيبك من بريميوم، ده ما بيجيبش شغل يعني عادي. الموضوع فيه بسيط. هو بس بيرشحك اكتر في ال يعني لو انت لو بروفايلك بريميوم بيرشحك اكتر في الليست بتاعت الاتش ار. وبيديك بقى حاجات مختلفه، الايزي ابلاي، السمول بزنس، مقسمهم لك يعني. فعموما خالد جوبس من الحاجات المباشره اللي هتخش جوه تقعد تزوق جواها وتقعد ايه تلف جواها كده تلاقي الحاجات موجوده. ولكن ما بعتمدهاش. بعتمد على طول اللي بكتب كوبي رايتر في السيرش بوكس، وبشوف بعمل فلتر بالاسبوع ده مثلا الشغل عشان اشوف الشغل اللي نزل الاسبوع ده او نزل ب 24 ساعه. لو انا مثلا ما عنديش شغل وقاعد بقى بدور على شغل، فبعمل سيرش باللي نزل اخر 24 ساعه، مفيش. اخر اسبوع 10 منزلين تايتل كوبي رايتر في مصر، في كونتنت كريتور في شهبندر، في سينيور بي تو بي في جيت برين، في مش عارف توظيف فور ريكروتمنت طالبين كونتنت كريتور في الغالب لشركات تانية. تالنت 360 طالبين كوبي رايتر في المهندسين. اونلاين كونتنت كريتور مش عارف ايه. طيب انت مثلا بتدور على شغل ريموتلي بس، فتختار من هنا الريموتلي بس. تمام. فبقوا اتنين اللي طالبين ريموتلي بس ومحددين ان هم ريموتلي اتنين. هتحدد مثلا والله انا عايز انترنشيب، عايز لا انا عايز انتري ليفل، والله انا ميد ليفل. حلو. وليكن انا انترنشيب زي مثلا ما كان الناس بتسال على الجروب الاقي الفرص التدريب فين. فادي انترنشيب اهو. هنشيل ريموتلي عشان في الغالب الناس ما بتوظفش ما بتعملش انترنشيب ريموتلي حاليا. تمام. وهنوسع شويه الموضوع ونخليه خلال شهر.
ما كانش فيه خلال شهر حاجه، فمثلا ما فيش انترنشيب نزلت بكوبي رايتر خلال الفتره اللي فاتت. كوبي رايتر خلال الشهر اللي فات كان فيه 55 وظيفه في مصر. تمام. وهكذا، ده كده اول سيرش انت المفروض تكون بتعمله. كمان لو عايز تجو مور ديب، فانت هتروح على اول فلتر وتشوف الفلترز الموجوده كلها، وتبدا ايه تشتغل بيها. والله انت عايزهم بالترتيب الاحدث، والله انت عايزهم اخر اسبوع، او خليها اني تايم ورتبهم بموست ريسنت. عايزهم انتري ليفل، عايزهم. هو هنا بيقول لك لو انت عايز شركه معينه، بس طبعا عادي مش فارق لنا. لو عايزها فول تايم ولا بارت تايم، لو عايزها ريموتلي ولا اون سايت ولا هايبريد، الايزي ابلاي ولا عادي بالنسبه لك مش فارقه. اللي مش ايزي ابلاي اللي هو ايه، ان هو ينقلك على ويب سايت الشركه تقدم عليه، يبقى الموضوع اطول شويه ومعقد شويه، فعشان كده هو بيحط لك يعني النقطه دي لو عايز تعملها. لو انت في لوكيشن معين مش هتعرف تخرج منه، فبتعلم على اللوكيشن اللي انت فيه. وليكن انا من بورسعيد، فخلاص انا من بورسعيد، في اربعه في بورسعيد اهو. فاهم؟ دي اربع فرص في بورسعيد. شركه اسمها اوتلاير بتعين فريلانسرز اهو. فعموما الفلترز من اهم الادوات معاك في السيرش على الشغل. طيب الطريقه التانيه والاهم بالنسبه لي، والاكتر فعلا واللي جابت معايا شغل كتير، انك اصلا ما تدورش في الجوبس نفسها. تدور فين؟ تدور هنا في السيرش. فهتكتب فريلانس كوبي رايتر مثلا. تعال نشوف مين طالب بوست فيه الكلمه دي. فتعمل اول فلتر، تختار الفلتر اللي هو الكلمه دي، بوست. حلو. هتلاقي ناس من بلدان مختلفه، يعني كريستا دي اكيد مش مصريه. حلو. اجانب كلهم اهو. تمام. طب انا عايز المصريين، فهروح على الاول فلتر واجيب الدوله. ما عنديش دوله، هكتب ايجيبت. تمام. مثلا اه. طب بلاش كلمة فريلانس، ما لقيتش حاجة، فكتبت ايه قمت مغير الكلمة اهو. مثلا ده من 3 اسابيع بيدور على كرييتيف كونتنت كريتور او كوبي رايتر في زهراء المعادي، فول تايم اون سايت، خبرة 5 سنين، راتب 20,000 جنيه. طيب يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده لما احاول اوصل بالسيرش بالكيوردز اللي انا بحطها في السيرش بوكس هنا، فبيديني بوستات. البوستات دي في الغالب اصلا، في الغالب الكلام ده مش موجود في خانة جوبس. وفي الغالب الكلام ده اللي بيتعين، والكلام ده اللي بيتطلب في السوق فعلا. ليه؟ لان ده شخص حقيقي بيدور على شغل حقيقي. الشركات في جوبس هنا ممكن يبقى اتش ار عادي جدا بيجمع سيفيهات. فانت خليك دايما ايه، حاول تدور في وسط البشر الحقيقيه. طيب حد زي ده بينزل شغل، فاعمل له فولو واعمل له كونكشن. ليه؟ هتلاقيه هو نفسه بيعمل لايكات لفرص توظيف تانية. فلما هو يعمل لايك لفرصة توظيف تانية، تبدأ يظهر عندك ويبدأ الشغل يبقى ايه، ظاهر لك انت اكتر. جومانا مثلا ميديا باير اهو، فعامله ايه؟ بيقول لك جوين اور تيم في ان تي اي ام، ولوكيشن اهوت، وطالبين كل دول. تمام. من امتى؟ من 10 ساعات. فدي وظيفه جديده. وهكذا بقى. فانت مهم تكتب هنا وتبدا تختار كلمه بوستس اول حاجه، وبعدها تبدا تحط الايه الحاجات المختلفه. طيب كلمه كوبرايتر مش جايبه معاك، انا كونتنت كريتور، عشان دي تايتلز مختلفه الناس بتدور بيها او بتسمي بيها. حط كلمه ايجيبت عشان تجيب ناس في مصر بس. وكذلك بالناس لو عايز اعرف مثلا السعوديه مثلا اهو. فبيقول لك البراندات هنا في السعوديه والامارات، فهتلاقي شغل مطلوب للناس دي على براندات في الحته دي. وهكذا. طيب انا عشان الميتنج هيفصل دقيقه، المهم احنا فهمنا الفكره دي خلاص، فبالنسبه لنا تمام. بعد ما الميتنج يفصل نرجع تاني ونتكلم اكتر، لو في اسئله في النقطه اللي فاتت، وننقل للنقطه اللي بعدها الخاصه بالسي في والبورتفوليو والانترفيو، وتاخد بعض الاسئله يعني. فهنقفل اللينك ونبعت تاني.
فعايزين نتكلم في نقطه السي في عن العناصر اللازمه الموجوده، المفروض تبقى موجوده في السي في عشان الاتش ار يوافق عليها، فيبدا يدخلك ويعديك المرحله اللي بعدها، وانك تدخل انترفيو مع حد فاهم بقى، مع كونتنت تيم ليد، مع كريتيف دايركتور، مع ماركتنج دايركتور، ايا كان. فانت السي في بالنسبه لك هي محطه اوليه قدام الاتش ار عشان يفلترك ويعديك المرحله اللي بعدها. دورك بس انك تبين له قد ايه انت شغفك في الحياه الكوبي رايتنج، قد ايه ان انت مهتم جدا بالحته دي وبس، وده شغل. ليه دي مهمه؟ عشان في ناس كتير واخده الكوبي رايتنج على ان هو تسليه، او مش تسليه حتى، ولكنه واخده على ان هو محطه جانبيه، فلوس اضافيه، دخل اضافي، فمش مديله اولويه في حياته، وبالتالي اولويه في شغله يعني. وبالتالي انا كاتش ار عايز اهاير حد فول تايم عندي كوبي رايتر، هختار حد يكون فعلا ده مصدر دخله الاساسي والشغل بتاعه كله منه، ومصاريفه منه، عشان يبقى ملتزم معايا اكبر فتره، وعشان يبقى فعلا بيدي الشغل ويبقى بيتعلم باستمرار ويتطور باستمرار. فده هختار حد كوبي رايتر مكمل ان هو يبقى كوبي رايتر، وده دور السي في ان هو يبين لي ده. طيب، ده السي في بتاعي. السي في عامة بيتكون من كذا سيكشن، زي لينكد ان كده، هيتكون من كذا سيكشن معانا. كل سيكشن بيعبر عن جزئية معينة انا حابب اوصلها للاتش ار. السي في بتاع الكوبي رايتر الجزء اللي فوق ده مهم جدا، هو ده اهم جزء في السي في، الجزء الخاص بايه؟ السيكشن نمبر 1 ونمبر 2، وبعد كده البروفيشنال اكسبيرينس بتيجي كمرحلة ثالثة. طيب، اسمك ثنائي او ثلاثي مش هيفرق، بس يعني ثنائي لو مميز، لو ثلاثي لو محتاج ايه، محتاج يتفرق عن غيره يعني. الشغل بتاعك، انت مين؟ اشغلك ليه؟ التايتل بتاعك ايه؟ والله انا سينيور كوبرايتر، لا انا سبيشالايزد، انا اي كوميرس كونفرجن كوبرايتر، انا كونفرجن كوبرايتر اصلا ده سبيشاليزيشن. لا انا كوبرايتر عادي، انا سينيور كوبرايتر، انا كرييتيف كوبرايتر، انا كونتنت كرييتور، انا كوبرايتر اند كونتنت كرييتور. المصطلحات دي كلها ايه، مش هنختلف فيها، بس انت بتحاول تميز نفسك بمصطلح حلو او بتايتل حلو يشد العين اللي بتقرا. فانا بالتالي لو بقدم على ايجنسي اغلب الاكونتات عندها اي كوميرس، هيحب يختارني ليه؟ عشان انا اي كوميرس متخصص كونفرجن كوبي رايتر. فبالتالي التايتل ده مهم ليه؟ مهم عشان الشخص هيشوف ان انت شخص متخصص، فيبدا يجيبك بسالري كويس. طيب لو انا كتبت له سوشيال ميديا سبيشالست مش عيب، بس هبقى سوشيال ميديا سبيشالست واحاول اكبر نفسي في الكارير ده، از كارير كامل. لو كتبت له ان انا كونتنت رايتر، لو كتبت له الكلمه بتاعت كونتنت رايتر دي مثلا، كونتنت رايتر في مصر ما بتتقدرش ماليا، رغم ان انت تلاقي نفسك بتعمل كل المهام بتاعت الكوبي رايتر. فانا عايزكم ايه، تفكروا بذكاء في نقطه التايتل دي. طيب بعدها بتحط اللوكيشن. انا حاليا بشتغل ريموتلي، فبالتالي كاتب دمنهور البحيره عادي جدا. ايام ما كنت بشتغل فول تايم، لا كتبت ان انا في مدينه نصر. ليه؟ عشان انا قادر اوفر لنفسي سكن هناك، وقادر ان انا اروح شغل هناك، فبالتالي كان بيجي لي فرص الشغل في التجمع ومصر الجديده معادي وهكذا. ليه؟ عشان انا في البيئه بتاعت المكان ده. كذلك لو انت عايز تقدم بالسي في بتاعك بره مصر، حلو، لو قادر تسافر فعلا بسرعه، وقادر ان انت توفر لنفسك مكان عند واحد صاحبك مثلا بره وتنجز حالك، وكل حاجه جاهزه يعني، فساعتها اكتب اللوكيشن ان هو بره. اكتب اللوكيشن ان انت في السعوديه، اكتب اللوكيشن ان انت في الامارات. ليه؟ ده هيخليهم يشوفوا ان انت اقرب لنا، قريب وشاطر، هجيبك. انما ما تكتبش ان انت في دمنهور البحيره، او انت من الشرقيه، او انت من طنطا، ايا كان، وانت عايز تروح تشتغل في القاهره، مش هيطلبك. فنقطه اللوكيشن مهمه جدا، وبتفرق جدا مع الاتش ار، وهي تاني حاجه بيبص عليها، او اول حاجه كمان بيبص عليها. رقم تليفونك طبعا واضح عشان يعرف يرن عليك، يتصل بيك ويكون افيلبل، وتكون عندك نتورك. الايميل بتاعك عشان لو حابب يبعت لك عليه. البورتفوليو عشان انت كوبي رايتر، فانت محتاج تبقى عندك بورتفوليو. فهو مش هيبص عليه، هو الاتش ار مش هيبص اصلا عليه، بس انت محتاج يبقى حاطط بورتفوليو عشان تقول له انا عندي بورتفوليو، انا كوبي رايتر. حط لينكد ان بتاعك، لسه مظبطينه المره اللي فاتت من شويه، فهتضيفه كمان. السمري اهم نقطه في السي في معايا. انت بتحكي حكايتك، وانت كوبي رايتر، فانا محتاجك تعمل لي ستوري تيلينج فيها.
اديني الموضوع عام بتقسيم حلو، ادهولي بشكل سهل القراءه. يعني انت لو بكلم دكتور هتلاقي الدكتور ايه، حاطط لك كل الحاجات كده ملخبطه كده، حاطط كله جنب بعضه، فقام قال لك انا دول. تقسيم صعب بما انك مش قاري حاجه. انما لما قسمتها عينك بقت قاريه، فالريدابيلتي تبقى عاليه عشان تكون برايتر. لو عملتها بستوري تيلينج، بس ستوري تيلينج حلو وبروفيشنال، مش اللي هو علم البحار كان به اميرال، والاميرال طار في الجو فراح جاب الكوبي من المحيط الاطلنطي. لا، ده ملوش علاقه بالهايرنج بروسيس خالص. يعني انت مش عشان كاتب ان انت بحار وسندباد الكوبي رايترز فانت كده هتجيت هايرد خالص. ملوش علاقه نهائي. انت محتاج تحط لي ارقام، محتاج اعرف انت كام سنه، محتاج اعرف انت شغلتك ايه، محتاج اعرف انت حققت نتائج ايه قبل كده. السطر ده لو مش موجود عادي، انت في البدايه فعادي. السطر ده بيجي من التجارب الناجحه. حلو. فانت محتاج تبذل بس ايه، تكمل شغل، كمل شغل وهتلاقيه جاي لوحده. ساعتها تعرف تتكلم بارقام. ولكن عموما انت محتاج تتكلم التايتل بتاعك، تقول انت بتعرف تشتغل ايه، ايه انواع الكوبيز اللي بتعرف تشتغلها. مثلا انا بعرف اشتغل الكوبيز دي، السوشيال ميديا، الجوجل، البرودكت بيج، اللاندنج بيج، السيلز بيج، الايميل، وهكذا. فانت محتاج تكتب له انواع الكونتنت اللي انت بتعرف تكتبه. محتاج تكتب له ان انت عندك خبرات في ايه تاني. محتاج تكتب له اي حاجه حابب تقولها عن نفسك، حابب تعرفها بنفسك، حابب تقول ان انت عندك مهارات مثلا تنظيميه عاليه، وبالتالي انا هفيدكم ان انا ابقى منظم في الشغل. اكتب المهارات اللي انت فعلا شايف انها هتفيد الشغل وهتقدر تقدمها عن نفسك بشكل كويس. وهي دي الحاجه اللي هو اصلا بيقراها. هو هيبص هنا وبعد كده هيروح يبص على الاكسبيرينس، ممكن يبص على الكورسات ويقفل السي في. الكلام ده ما بياخدش في ايده 10 ثواني عشان يبقى عنده كذا سي في. فانا لما اشوف سي في منظم هبص عليه بالتفصيل شويه، هاخد فيه 15 ثانيه 20 ثانيه، بس مش اكتر من كده، مش اكتر من 30 ثانيه ما اخري. ده انا لو انا مهتم قوي بالداتا الموجوده جوه. تمام. فانا محتاج تكتب كويس قوي عن نفسك سمري محترم، يعبر عن انت عملت ايه في حياتك وليه انت مناسب ليا. وهنا نقطة مهمة جدا. هتقول لي طب انا لسه جونيور، انا ما عنديش حاجة. هقول لك بس عندك مهارات وعندك تجارب عملتها وانت في اعدادي، كنت وقفت في محل وبعت شيبسي وكاراتيه. طيب المحل اللي انت وقفت فيه ده، فانا عايزك تكتب ان انت وقفت فيه ليه. عشان انا اكتسبت من خلاله مهارات في البيع، وبالتالي هعرف ابيع لك كويس بالكلمات بالكوبي رايتنج. فانت محتاج ايه، محتاج تكتب عن نفسك وتفكر في نفسك صح. ده رقم واحد اصلا بقى. فكر في نفسك صح عشان تعرف تعرضها للاتش ار. طيب النقطه اللي بعدها، بتتكلم في السي في عن ايه تاني؟ حاجه اسمها الكور كومبتنسز او الكفاءات. انت شاطر في ايه، هو ايه المهارات الفنيه اللي عندك. فبتبدا تكتب. تتكلم بعد كده عن الجوب اكسبيرينس او الورك اكسبيرينس او البروفيشنال اكسبيرينس. عايزك تكتب في كل مرحله منهم الجوب ديسكريبشن بتاعتها على الاقل. وبعد كده لما تبقى عامل كيس ستاديز او كده ابدا اضيف. يعني انا هنا مثلا محتاج اطور الكيس ستاديز بتاعتي، محتاج اضيف كيس ستاديز، محتاج اقول ان انا عملت ارقام 1 2 3 في كل بوزيشن. فده هيقوي معايا الديسكريبشن، هيدي كونتكست، هيدي سياق عام للسي في. فبالتالي السياق العام ده بيخلي الاتش ار عينه عليك اكتر، مقتنع بيك اكتر من قبل اصلا ما يعمل لك الانترفيو. تيجي له في الانترفيو يبقى هو اصلا واثق فيك وعارف انت مين وعارف انت بتعمل ايه، وبالتالي يبقى مرتاح وهو بيتكلم معاك، ومش بيشكك فيك، ومش بيحاول يوترك، ومش كل القصه الحزينه بتاعت الهايرنج بتاعت الاتش ار دي. هتلاقي الاتش ار بقى لين معاك عشان هو عايزك اصلا. فهو مش جاي يوترك، هو عارف ان انت شاطر، هو محتاج بس يسمع منك اكتر عن نفسك. فانت لو كتبت الكلام ده هتسهل على نفسك فين، في الانترفيو. طيب اكتب له جوب ديسكريبشن، واكتب له الفتره الزمنيه اللي انت شغال فيها، اكتب له نتائج واتشيفمنت حققتها. هجيب لكم حاجه في الفولنتيرنج ده. مثلا فولنتيرنج قبل كده زمان كنت كاتب كل الفولنتيرنج اللي عملته، كان حوالي 6 7 حاجات موجوده هنا في الفولنتيرنج. مسحتهم ليه؟ مسحتهم عشان اقلل مساحه السي في، عشان اكتر من صفحتين بيبقى بايخ شويه. حلو. فانا على طالب، لا انا كنت بكتب كل تفصيله البوزيشن بتاعتي في التطوع، واكتب انا عملت 1 2 3 4 كل سنه، والسنه دي في التطوع عملت فيها كذا كذا. وده يخلينا برضو ايه، يعني نصيحه لو حد طالب،
ابذل مجهود في النشاط بتاعك. انت مش راح تلعب، مش راح تتسلى، انت بتعمل مجهود عشان تحطه في السي في، عشان تقول ان انا عملت ارقام وعملت كذا وعملت شغل. بتحكي تجربه. فابذل مجهود انها فعلا تبقى تجربه نافعه، ومش تجربه اضافيه عليك ولا اي حاجه من الحاجات دي. طيب، هنا لما كبرت شويه وحاولت اخلي الم الموضوع اكتر، فلميته بان انا ايه، بان انا كتبت اختصار ليه هو عباره عن ايه ودوري كان ايه وبس. لكن وانا صغير شويه كان هو ده اللي عندي، ده اللي موجود في الشغل. الشغل من فوق عندي خبره صيدليه وعندي خبره تدريب في شركه وبتاع. طيب، الفولنتيرنج اكتر، يبقى لا اذكر بقى وقول واتكلم على الاتشيفمنت وقول انت قعدت ورحت وجيت. منطقي صح؟ الاديوكيشن، حط الجامعه بتاعتك وتاريخ التخرج. لو انت مثلا لسه هتتخرج فبتكتب له التاريخ اللي هتتخرج فيه قدام يعني، وبتكتب الديجري بتاعتك، الكورسات اللي اخدتها بترتيب السنين والشهور وكده. يفضل في الكورسات انك تحط لي الكورسات الريليتد بالمجال. طب انت شاب لسه في الجامعه، حط كل الكورسات اللي خدتها. تمام. بس طالما بقيت انت متخصص خلاص، ابدا حط الحاجات المتخصصه. فلتر يعني، ما تحطش كل حاجه. وبالترتيب الزمني اللي هو ايه، من الاحدث للاقدم، من الاحدث للاقدم، من الاحدث للاقدم. كذلك في الاكسبيرينس، في الورك اكسبيرينس، ناس كتير بتحط الترتيب ده غلط. لا، اكتبه من الاحدث للاقدم. ده اقرب حاجه، يبقى هو اول حاجه. واللي لسه مكمل بريزنت مكمل معاك، حطه ايه، حطه في الاول. وبعد كده حط الحاجات اللي ايه، اللي هي مش بريزنت خلاص وانت سبتها ومشيت. اي تكريمات اخدتها، فبتحط التكريمات اللي اخدتها. السكيلز بتاعتك، حط بقى السوشيال ميديا تولز اللي بتستخدمها. والله انا بعرف استخدم سيم رش، وبستخدم فان بيج كارما، وبستخدم تشات جي بي تي وكلاود اي اي والاي اي تولز عامه. بستخدم لك كانفا برو. فده مثلا السوشيال ميديا تولز اعرف اساعد بيها في الشغل. والله اورجانيزنج تولز، بعرف استخدم ادوات التنظيم، جوجل درايف، المايكروسوفت، الاسانا، تريلو، النوشن، الكليك اب. حط التولز اللي اشتغلت بيها قبل كده. والله في الكتابه وفي اللغات عندي بعرف اتكلم عربي وانجليزي. في مثلا واحد صاحبنا من الكومباتيتيف الشاطرين بيعرف يكتب فرنساوي، واخدها يو اس بي ونقطه قوه عنده رهيبه. يقول لهم انا يا جماعه بكتب فرنساوي. لدرجه ان في شركه من اللي شغال معاهم جابوا له شغل، جابوا له كلاينت فرنش. ليه؟ عندهم حد طاقه، عندهم طاقه حلوه جوه، فاكتبها. هديكم مثال تاني على حوار السكيلز ده. ابو الانوار الرابر، كوبي رايتر هو. فالشركه بتاعته كانت بتعمل ايه؟ هو بيعرف يكتب كلمات اغاني، وفي وقت ما كان بيتشهر وهو لسه شغال في الشركه، فبقى بيكتب الكلمات بتاعت الاغاني. او قصدي بقى في باكج في الشركه، ان انت تاخد ابو الانوار باغانيه، يعني هو اللي يكتب ويغني، ولا هو بس يكتب بس، ولا يكتب ويطلع بصوته. بقت باكج في الشركه. فالسكيل بتاعتك هي قويه جدا. هقول لكم مثال تاني عملي. زمايلنا اللي شغالين في شركات كويسه يعني، بي عندهم مهارات، مثلا وليكن ان هو يو جي سي كرييتور. هو اصلا بيعرف يعمل مثلا ريفيو المنتج، بيعرف ياخد المنتج ويعمله ريفيو. فلو كتبتها هنا السكيل دي، لو كتبتها هنا وكتبتها في الكور كومبتنسز عندك فوق ان انت يو جي سي كرييتور، فده يخلي الشركه تهايرك. ليه؟ عشان يقدر يعتمد عليك في ان هو يعمل فيديو سريع لكلاينت عنده، ويعرف يجيب له ريفيو. وده بيعه لوحدها، دي بيعه منفصله للشركه. فيا سلام، مكسب. فهايرك عشان سكلايه اضافيه عندك انت عملتها، اضافيه ومحدش عارفها. فدي من الحاجات المهمه جدا، وراعيها وحاول تفكر في نفسك عدل عشان تعرف تبيع نفسك. واخيرا الهوايات والانترست، ومن الحاجات اللي بتفرق مع الاتش ار بقى، مش تكنيكال خالص. هو ان انت يبقى عندك هوايات مختلفه وبتتفرج وبتروح وبتيجي، عشان يقول لك ده انسان يعني، مش كائن حي شغال وخلاص. يعني حاجه من الورك لايف بالانس والكلام اللي كلنا عارفينه. بس ده كده السي في. فقولوا لي لو عندكم اي اسئله فيه، عشان ننقل اللي بعده. هقفل الريكورد عشان ناخد اسئله. ظبطنا السي في. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده ان انا ابدا اعرض البورتفوليو. ودي المرحله التكنيكال اللي بيبقى عند مين؟ عند بقى مديرك الفني، الشخص المعتني او المهتم بالايه، بالكوبي رايتنج. وبالحاجات اللي بتفرق جدا وجود البورتفوليو.
عشان لو انت ما بعتش بورتفوليو من الاساس، فبالتالي ما حدش هيعرف اصلا، ما حدش هيقول لك ايه طب ما تيجي نشوف اصلا بقى. وبالتالي انت جونيور على عيني وعلى راسي، بس ما ينفعش تبعت تقول له انا عايز فرصه تدريب وبعدين انت مين يا ابني؟ وانا صغير عملت البورتفوليو بايه؟ عملت البورتفوليو بتطوع، شاركت في انشطه تطوعيه، مجلات علميه، كتبت شويه مقالات، بقى عندي مقالات. ده بورتفوليو مقالات. واحد صاحبي كان بيعمل صفحه ايفنتات وبتاع، فقمت كاتب معاه كام بوست، فادي كامبين. في حد دكتوره معرفه كانت عامله كورسات وكده، فقمت مشارك معاها بكتابه مجموعه بوستات، فادي 30 بوست هنا. يبقى في 30 بوست، في كامبين، في مقالات. شكرا، عندي بورتفوليو، رحت قدمت على شغل وبفلوس، واتقبلت في شركه كوربريت بالبورتفوليو الكحيان ده. اه. فمهم ان انت ما تروحش تقول لي عايز انترنشيب وخلاص. قول لي وانت بتوريني شغلك جبته منين. جبته من علاقات، جبته علاقات، وجبته بالحب كده، واحد معرفه هنا، حد معرفه هناك، فالدنيا ظبطت. نشاط تطوعي فاتح، قمت مقدم فيه وكتبت معاهم كلمتين، ادي كده بورتفوليو. فاخترعوا شغل، اخترعوا شغل عشان تبداوا تطلعوا وتحركوا نفسكم. طيب. ربنا كرم بشغل وبورتفوليو، وعندنا 6 شهور خبرة في المجال، عندنا سنة، عايزين نعمل بورتفوليو عدل بقى. هنعمل الخطوة الجاية. طب صحيح، بس عشان قبل ما ننقل البورتفوليو العدل ده، خلينا نتكلم ان اول بورتفوليو كان عامل ازاي. اول بورتفوليو بالنسبة لي كان لينك درايف، لينك جوجل درايف، عليه المقالات مرفوعة، وعليه السوشيال ميديا كامبين اللي عملتها، وشكرا. تاني، اللي بيهاير وهو بيهاير جونيور عارف ان الجونيور ده ما اشتغلش، وهو واخده عشان يكسب منه، واخده عشان هو عايز تكاليف قليله. هو عايزك فاهم وعارف وجربت بايدك، شكرا. ما تروحش بقى تتقدم على انترنشيب ولا على شغل ببلاش. اعمل ساعات شغل بفلوس وهتلاقي. وزي ما قلت لك، لو طالبين 5 سنين خبره عادي جدا طلب. وافق مع حد خبره، ما فيش خبره 6 شهور ولا 4 شهور. فهي دي الفكره يعني. طيب. آه يلا بينا على البورتفوليو. بص، هو اللينك هيقفل، فخلينا نبدأ البورتفوليو بريكورد لوحده. فهقفل وابعت تاني. خلينا نقول ان احنا في البورتفوليو، يعني احنا وقفنا المره اللي فاتت عند نقطه خاصه بالسي في، وان هو السي في لابد يبقى فيه بورتفوليو عشان انت كوبي رايتر، وعشان انت حتى لو بتقدم على انترنشيب فانت محتاج تقول لي ان انت اشتغلت على نفسك وتعبت، وجاي تطلب مني ادربك. فيبقى انت كده عندك ايه؟ عارف تعرفني بنفسك. فانت كوبي رايتر يعني كتبت فين اللي انت كتبته اهو. فانت محتاج تحط لي اي بورتفوليو حتى لو جمعته لي في لينك على درايف، وده اسوأ نوع بورتفوليو ما تعملوش. بس لو مش قادر تعمل غيره، يعني انت مثلا مش عارف تعمل برزنتيشن حلوه، لسه ما اتعلمتهاش السكيل دي، حطها لي على درايف. جمع لي الشغل اللي انت عملته على درايف، جوجل دوكس عادي جدا، زي الابيض ده كده. حط فيه اللي انت ايه، حط فيه اللي انت عملته، وبلينكاته اهو، اللينك اهو، وهكذا. او ونقطة مهمة جدا برضو، عشان ايه بنبقى على نور يعني. ما تحطيش لينكات كتير، يعني انا مش عايز اخش اتفرج على لينكات كتير قوي، وفجأة تلاقيني عمال اخرج من لينك ادخل في التاني. انا مش فاضي اعمل ده، انا كهايرنج مانجر او كمانجمنت يعني، مش فاضي اعمل ده. فانا انت بعته لسي او، ولا بعته للاتش ار، ولا بعته للتكنيكال هيد بقى، كريتيف دايركتور، ولا كونتنت ليد، ايا كان. هو مش فاضي يخش على بوست انت كتبته عشان يشوف الكابشن. ساعات بلاقي ناس حاطه الديزاين وبس كده، مش حاطط حاجه تانية جوه. طب انا خدت منك ايه؟ ما استفدتش حاجه. وهقعد افتح لينكات، هزهق، مش هتفرج على البورتفوليو بتاعك. طيب. فالحل انك تحط لي الكابشن. ولكن ستيل البورتفوليو ده مش افضل حاجه. خلوني اقفل معاكم السكرين ثانيه، وافتح لكم كذا بورتفوليو عملته على مراحل مختلفه عشان اوريكم الفروقات بين كل مرحله والتانيه. فانت في كل مرحله بيبقى في حاجات انسب من حاجات تانية، فده هيساعدك انك تفهم اكتر يعني الموضوع. أه خلينا اجيب لكم الاول بورتفوليو عملته. الشباب خلوكم دايما خدوا روتس من الحاجات اللي احنا بنقولها، عشان ايه؟ يبقى عندكم اسئله في الاخر.
قبل ما تخرج بالسيشن تبقى بتجاوب على اسئلتك، فتعرف ايه تقول يعني، او تعرف تقول ده والله ده كان مناسب ده لا، وهكذا يعني. او لو في حاجه سؤال معين عايز تفهم اكتر عنه، كل الامور دي بتساعد. طيب خليني اقول لك آه آه آه. اول بورتفوليو عملته اهو. كنتش عايز افتحه الصراحه، بس يعني ايه، هو مش اصح حاجه، بس انا هوريه لكم عشان لو في حد مش قادر يعمل التاني فيبقى عنده حل في الاول، او عنده حاجه امكانيه انه يعمل حاجه تانية يعني، حاجه ابسط. فاهمين قصدي؟ فاليو يوسف ليفل. واضح ان مسحته. عموما في اول واحد موجود فهوريلكم. ده اول بورتفوليو، عباره عن ايه؟ عباره عن لينكات او فولدرز متقسمه باللي موجود، والله سوشيال ميديا كونتنت، سكريبتات، مقالات. حلو. وهنا ده كان ايه؟ ديجيتال. ده بروجكت ديجيتال ماركتنج وسيرتيفيكت. دي الشهادات اللي اخدتها وقتها، وكل شهاده اخدتها رفعها هنا. فدي شهادات في السوشيال ميديا، مثلا السوشيال ميديا مانجمنت، شهادات فيها من هاب سبوت، من جوجل، من ينفع، من تيك توك. ماشي. ومثلا في شهادات خدتها في الكوبي رايتنج تحديدا، فرفعتها هنا. هتلاقوا فيها بلاتفورم ضعيفة او بلاتفورم عادية يعني، مش حاجات، مش اماكن كبيرة. فبالتالي انا رافعها هنا عشان ايه؟ يعرف ان انا بذاكر. زي ما قلت لكم انا كنت ببعت اللينك ده وانا صغير. فمثلا دي سيشن ماركت ريدنس تراك، ان انا جاهز لسوق العمل مثلا. اخدتها منين؟ اخدتها من الجمعيه الامريكيه للتعليم، حاجه كده كانت غريبه جدا، كانت بتتشرح 2021. فاخدتها. فده بيدل على ايه؟ يدل ان ده شخص جاهز لسوق العمل، يعني بيعرف يشتغل، موجود في الورك انفايرمنت بتاعتنا. فهو ده الفكر يعني. فانت فانت محتاج ايه؟ محتاج ان انت توري له ان انت جاهز للشغل، ده كارير سكسس. برضه ان انت جاهز لسوق العمل، جاهز للشغل. ده سيلز. هتقول لي علاقته بالكوبي رايتنج، هقول لك ما الكوبي رايتنج سيلز بالكلمات، فانا درست سيلز عشان اقول له ايه؟ انا عارف سيلز فانل، وعارف ازاي السيلز بيتبنى، والسيلز بيتش بتتعمل ازاي، كل القصه دي. فانت محتاج تلفت نظر الاتش ار، وتلفت نظر الهايرنج مانجر بالنسبه لك ايا كان هو مين. آه ليك، عشان تقول له ان انا جاهز اشتغل معاكم. فانت جونيور على عيني وعلى راسي، بس تبقى بذلت مجهود نعرف نشغلك بيه. عندك شهادات متخصصة، وعندك شهادات عامة. ليه؟ عشان الحاجات العامة دي المهارات الفنية اللي بتخلي الشركة تعينك أصلا. فأنت ضروري تبقى عندك. فخد لك كورس كوميونيكيشن، كورس سوفت سكيلز عامة. خد لك حاجة برسويسيف، خد لك حاجة سيلز كول، ادرس اتعلم. ده هيفرق في ان انت عارف تقدم بورتفوليو يقول له انا بعرف اشتغل. هي دي. تمام. هنا كنت درست الثلاث وحدات، او الثلاثه تشالنج يعني. كان ثلاث مستويات كده في 8 شهور. فكانت شهاده قويه وقتها. نانو ديجري بروجرام ديجيتال ماركتنج بروفيشنال، وهكذا. المهم، يعني عشان ما اطولش عليكم، دي طريقه من الطرق، وهي مش حلوه ما تعملهاش. ولكن لو ما عندكش غيرها اعملها. يعني دي سكريبتات، كانت اول مره اكتب سكريبتات في حياتي. كنت كاتبه لواحد صاحبي ما خدش فيه فلوس، ولا كان ب 100 جنيه مش فاكر. المهم يعني كان رقم عبيط خالص، وكان وحش جدا وشكله مش حلو.
كنت بقى قاعد بحسب كل فقره تتكتب في قد ايه، قصه طويله كده. تمام. وكنت كاتبه غلط، يعني الكلام ده مكتوب غلط مش صح. كنتش واخد بريف. فقمت داخل هابد الكلام. المهم ان الفايل ده رغم ان هو غلط، هو يوري ايه للهايرنج مانجر بتاعك؟ انه بيعرف يكتب، بيعرف يتعامل، بيعرف يشتغل، بيعرف يقسم السكريبت. ها، حاجات بسيطة ولكن بتقول اللي قدامك شغل لي. بس كده. معمول غلط بس بيقول له شغل لي. واحد مقسم لك السكريبت اهو، مكتوب ومتعوب عليه ومكتوب كمية حاجات رهيبة فيه. طب الحاجات دي اصلا كتير قوي، الكلام ده اصلا على السكريبت اصلا حاليا ممكن اكتب السكريبت هو ده بس، يبقى السكريبت بتاعي كله في الكلمتين دول بس. فهو ده الفكرة، انت هتقدم الموضوع ازاي، هتبني الفكرة ازاي، هتقدم نفسك ازاي. طيب، عشان ما اطولش عليكم في الجزء العبثي ده، فالجزء العبثي ده بيقول لك انك مهما كان البورتفوليو بتاعك عبيط او صغير او قليل او لسه في البدايات خالص، محتاج بس تحط شويه المقالات اللي عملتهم، محتاج تحط شويه الشغل اللي عملته، تقسمه لي. فبالتالي لما ابص عليه من بره كده اعرف ان انت بتكتب انجليزي، وبتكتب مقالات في التسويق، وكتبت مقالات طبيه، وكتبت سيكولوجي. كل ده وانت لسه بسم الله الرحمن الرحيم بتقول انت جونيور، وبتقول انت لسه ما اشتغلتش. ده كل ده انترنشيبس وايه، وشغل تطوعي. فكل واحد هتلاقيني حاطط فيه 3 مقالات 6 مقالات. ده مثلا فيه 6 مقالات، مقالات نفسيه، علم نفس. هنا مثلا بيرسونال براندنج لينكد ان، كنت عامل 3 مقالات قمت رافعهم. هنا ماركتنج ارتكل، هي مقاله واحده كنت مقدم بيها تاسك، مقدم بيها في شغل. جمعت كل الكلام ده وحطيته ايه، بورتفوليو. فتاسك قدمت بيه في شغل قمت حاطه بورتفوليو. تطوع حطيته بورتفوليو. حاجه عملتها لنفسي حطيتها بورتفوليو. طيب، نيجي بقى للصح. هو ايه الصح؟ طيب، انت عمال تقول لي ده كل ده غلط او مش احسن حاجه. الصح انك يا اما تعمل لي فايل زي ده كده، فايل زي ده كده، يكون ايه، يكون فيه البوستات اللي اشتغلتها، يكون فيه العملاء، يكون فيه مهاراتك، وتعرض فيه شغلك كامل. يبقى مثلا 10 صفحات. حلو. وعارض فيه اهم بوستات عملتها، اهم شغل عملته، اهم مقالات كتبتها. المقالات ممكن تحط هايبر لينك طبعا عشان مش هتعرف تحط المقاله في الايه، في الفايل يعني. بس على الاقل اكتب لي اسماء المقالات، والمقالات بتصنفها بالاندستري اللي اشتغلت فيها. حلو. ده حل بسيط بس يعني ايه، مجدي وهينجز معاك. الحل التاني، في ناس بتعمل على تريلو. يروح يفتح على تريلو كذا بورد، تطبيق تريلو. يفتح كذا 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 بورد، ويبدأ ايه، يحط جواه كل بورد تبقى كلاينت. فالكلاينت ده اهو بالشغل بتاعه اهو، كلاينت اهو بالشغل بتاعه اهو. فيقول لك والله ده انا اشتغلت على 3 كلاينت وسوشيال ميديا، وادي البوستات بتاعتي مثلا. فدي طريقه برضو ما بحبهاش. انا احب برزنتيشن. برزنتيشن عندك طريقتين، اما عندك ارقام وعندك كيس ستاديز. كلمه كيس ستادي يعني ايه؟ يعني حالات نجاح. ايه حالات النجاح دي؟ والله حالات دراسه حاله. دراسه الحاله دي ممكن تبقى ايه، والله انا عملت شغل 1 2 3 4 نتج عنه الارقام دي. فانا عشان بعرف اشتغل عملنا مبيعات. ده باختصار كده اللي بتقوله عن نفسك لما بتحطها في البورتفوليو. بتحط حاجه انت نجحت فيها عشان ايه، تبدا تقول ان انا بعرف اشتغل وبنجح، وبالتالي شغلي بيجيب ارقام. وطالما شغلي بيجيب ارقام، فانت مش محتاج اصلا تشوف البوستات. مش محتاج اصلا تشوف الكونتنت، مش محتاج تقول لي شوف الكابشن. ما تجيش تقول لي شوف الكابشن بتاعي، لا مش عايز. ليه بقى؟ هبسطها لكم بسرعه يعني بشكل افضل من اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده. دلوقتي في اغلب الحالات اللي بيحصل ان الكوبي رايترز بيحطوا البورتفوليو بتاعهم بيكون فيه صوره الديزاين، وهنا الكابشن مثلا، او كذا ديزاين سوا كده، اللي يقول لك اسم الكلاينت عياده الصفا، عياده الصفا مره لمشاكل الجهاز الهضمي. ويقوم حاطط كذا ديزاين جنب بعض، يقول لك ده الشغل اللي عملته للايه، للبراند ده. ماشي يا عم. انا شركه اخشاب، شركه بي تو بي، بتتعامل في الحوكمه. خلاص، حاجه مجال بعيد عنك خالص. حلو كده. فلما اشوفك كاتب ميمز لبراند ما، او كاتب كوبز طبيه ما فيهاش اي كرياتيفيتي، او كاتب حاجه كريتيف قوي، بس انا مش عايز حاجه كريتيف قوي. انا شركه بتاعت شركات تانية، وبساعد الشركات التانية انها تحقق تطوير للموظفين عندها، فبالتالي عايز حاجه فورمال. فانت كاتب كوميدي، او انت كاتب حاجات كوميرشال وبتبيع المصباح السحري. ايا كان بتعمل ايه،
فانا لما اشوف كابشن منك على حاجه هي مش ريليتد بيا بحكم عليك في الغالب، عشان انا مش فاهم كوبي رايتنج ومش فاهم كونتنت، انا كهايرنج اهو مش فاهم، او انا كصاحب بيزنس مش فاهم هو انت بتشتغل ازاي. هحكم عليك واقول الشخص ده مش مناسب. مش مناسب ليه؟ عشان الكوبيز اللي حاططها في البورتفوليو مش شبهي، مش شبه اللي انا عايزه. فهنا بيحصل المشكله الاكبر، ان اغلب الناس بتشوف الشغل تقول لك ايه، لا لا ليه، اصل ده مش شبهي. فحلها ايه الكلام ده؟ حله ان انت ما تحطش اصلا الكلام ده، حله انك تحط بروجكت كيس ستادي. لو ما فيش ارقام بنكتب ايه؟ بنكتب الكامبين بنيت على اساس ايه. وده يخليك وانت بتشتغل تشتغل على اساس، تشتغل بفكر، تشتغل بدماغ. تقول والله انا هعمل الكامبين بالكونسبت الفلاني. ليه الكونسبت ده؟ والله الكونسبت ده عشان الكونسبت ده بيقول ان في انسايت حقيقي، ان وليكن، تعالى اديكم مثال عملي. وليكن القهوه، وليكن شرب القهوه بيخليك فايق فتعرف تذاكر. وكل الطلبه ايام ايام الكليه والامتحانات مثلا بتقول لك ايه؟ تقول لك انا ساعتين جد كوبايه شاي مثلا. فالكافيين بيخليك تفوق. فانا عايز ابيع لهم النسكافيه بتاعي، أو ابيع لهم القهوه بتاعتي. فانا هقول لهم انتوا ايه؟ القهوه معاك في مهما طالت الليالي، القهوه معاك في الساعه 2 بالليل، القهوه معاك وانت راجع من الامتحان ومش طايق نفسك، القهوه معاك. يعني احط حالات، احط سيتويشنز، وبنيت الكونسبت على انك ايه، القهوه هتعدل لك مودك وهتخليك فايق وهتركز وهتعمل كل اللي وراك ده. طيب، يبقى انا عملت كونسبت مبني على انسايت. احكي الكلام ده، الكلام ده كرييتيف او مش كرييتيف مش نقطة الحكم خالص. نقطة الحكم ان انت باني شغلك صح، عملت الشغل على اساس مظبوط. كون الاساس موجود يخلي الشغل سليم. الشغل لو سليم محدش يعرف يعلق عليه. ليه؟ عشان انت عامل شغلك ببناء مظبوط، في بيلدينج، في بيلد اب. بيلد اب كونسبت بيلد اب بيسموها كده. انت عامل الشغل وانت عارف انت عامله ليه وازاي. وبالتالي لو الفكره مش عجباني انا كهايرنج مانجر، او انا كاونر لبزنس وجاي اتكلم معاك وشفت البورتفوليو بتاعك، انا عجبني ان انت باني كلامك صح. حتى لو الفكره مش عجباني، حتى لو انت مش كرييتيف قوي فيها. وبالتالي ده بيخليك ايه؟ بيخليك اقل عرضه للنقد والرفض قبل اصلا ما تخش الانترفيو. طيب، الحل بقى انك تحط زي ما قلنا كده، حط ايه البروجكت بالتفاصيل بتاعته. انا عن نفسي ما بحطش البورتفوليو بتاعي فيه شغل كوميتس، ما بحطش كابشنز. ليه ما بحطش كابشن؟ عشان الكابشنز زي ما قلنا كده في فروقات بين كل اندستري والتانيه، وكل اندستري ليها طريقه كتابه. وبالتالي لو انا كنت ماسك براند اطفال وكاتب كلام لعب ودلع، فمش هحط نفس الكلام ده في براند الدكتور، ولا براند الفيتامينات، ولا براند الجيم. صح؟ فبالتالي ما بحطش ايه، ما بحطش كابشنز. طيب، ما بحطش كابشن ولا يعني ممكن احط ديزاين على سبيل ان انا بجمل البورتفوليو. هوريكم دلوقتي. في البورتفوليو انت بتكلم بزنس اونر، او بتكلم حد مهمته ان هو يحقق ارقام ومبيعات للبيزنس، ودي الاهميه، او ده الجزء اللي هو مهتم بيه. فهو كونه مهتم بالارقام، يبقى انت محتاج تكلمه ارقام ومحتاج تكلمه بزنس. يعني ايه تكلمه بزنس؟ يعني تقول له انا كوبرايتر بس فاهم احتياجك. بالظبط زي ما بتكتب في الكوبيز كده. انت في الكوبي بتقول له ايه؟ بتقول للعميل او للكاستمر او لليوزر على الفيسبوك مثلا، ان هو طالع له الاد، ان انا عارف احتياجك، وبالتالي هديك الايه المنتج ده هو يلبي احتياجك، فبالتالي يشتري معاك. حلو. انت كذلك في البورتفوليو محتاج تقول لي والله انا قادر اتشيف something for you. انا عندي حاجه اقدمها لك، انا هنفعك، انا هفيدك. هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في واحد اتنين تلاته. انا عن نفسي كاتب الاربع نقط دول، بعتبرهم يو اس بي بتاعتي، مميزاتي. فانا كبروميسز بالنسبه لي ايه الوعود اللي بوعدها بيك. وده اول سلايد لو تلاحظوا. ليه مفيش السلايد بتاعت اباوت اس او اباوت يو او الكلام ده؟ الاباوت سلايد ممله جدا، ومش هي اول حاجه هو عايز يعرفها عنك. هو مش عايز يعرف ان انت اسمك يوسف، وبتحب الكتابه من وانت طفل عندك 10 سنين، ثم ترعرعت في بيئه محبه للكتابه والخط العربي والقواعد الاملاء والنحو في الازهر، فلما كبرت كتبت مقالات. مش عايز يعرف ده. هو عايز يعرف ان انت هحقق لك رواز عالي وار واي عالي في فترة حلوة. هعمل لك كل انواع الكتابة اللي انت عايزها، مش هتحتاج كوبي رايتر تاني معايا. هتعرف تريكومند او عندي نتورك عالية، فالنتورك العالية دي هقدر اجيب لك اي سيرفيس محتاجها.
هقول لك والله لو في مشاكل هعرف احلها مع الاقسام التانيه، لان انا فاهم شغل الاقسام التانيه فهعرف اتعامل. فانا هنا وعدته ان انا هحل له مشاكله في الحياه، في البيزنس، وانا كوبي رايتر. فيبدا يقول لك ايه، طب ما حلو ده. فدي سلايد ناجحه. ناجحه ليه؟ عشان هو هيشوف فيها اللي هو محتاجه، وانا اعمل له هايلايت على النقط من غير ما يقرا كل التكست الكتير اللي كاتبه. طيب، يبقى اذا احنا ايه، احنا محتاجين صورتك واسمك والتايتل بتاعك. ده كده اول سلايد. تاني سلايد فيها الوعود بتاعتك. تالت سلايد يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها حاجه بقى، ممكن ندخل كذا دخله مختلفه، دخلات مختلفه، بس المهم ان انت توصل لي انت بتعمل ايه. فانا هنا اللي جاي ده ممكن احط فيه سيرفيس بقدمها، ممكن احط فيه ارقام عملتها، ممكن احط فيه امثله من كيس ستاديز ناجحه كمختصر كثمري. انا عن نفسي عملت ايه؟ حطيت الشهادات ان انا مؤمن بحاجه معينه، ان انا مؤمن بالجهد، الايفورت. فالجهد اللي انت بتعمله النهارده هو ده نتائج بكره، فانا مؤمن بكده. كتبته كتايتل، وحطيت الشهادات، وحطيت ان انا كنت واخد توب وينر مع عشري في الكورس بتاعه. درست ديجيتال استراتيجي، فانا مش كوبرايتر بس، لا انا بعرف احط استراتيجي كامله. درست براندنج فتمام. درست كوبي رايتنج في الجلف، فانا اقدر اساعدك في الجلف في السعوديه والامارات، واغلب الشركات حاليا بقى بتطلب النقطه دي. انت بتحاول تقول له ايه؟ بتحاول تقول له ان انت عندك ادفانتج معينه، وهي المعرفه. انا مثلا انا في البورتفوليو، هل انا بقول لك اعمل كده؟ لا، انا بقول لك فكر فيها كده. فكر فيها ان انت هتعرض اهم ميزه عندك، واهم حاجه الناس بتبقى، او اهم حاجه تميزك عن غيرك. لما اشوفك انت كشخص عندك 5 شهادات مهمين، او اخدت شهادتين مهمين، خدت شهاده واحده مهمه. اخدت يا عم ان انا كنت كوبي دوز توب ممبر، واتكلم عنها شويه واحطها في تكست كده، واقعد احكي ان انا عملت ايه جوه. تمام، حلوه. احط السيرفيسز اللي بعرف اقدمها، 1 2 3 4 5، اهم 5 سيرفيس مثلا، وكاتب قدامهم ان انا ليه بعرف اقدمه، عشان انا درست كذا وكذا وكذا. اعمل بقى حاجات مختلفه يعني. المهم ان انا ابين الميزه اللي عندي، الميزه التنافسيه اللي عندي. هنا قمت ايه، عشان ما اقعدش احط الكورسات كلها بنفس الشكل ده، قمت نازع سكرينات من لينكد ان فيها الكورسات ورا بعض، بما ان لينكد ان حاطه، انا دايما بحدثه ودايما حاطط الجديد في كورسات، فحطيتهم ورا بعض. تمام. في سكرين كده لو حد دقق هيبدا يشوف. مش عايز يدقق مش مهم، انا مش طالبه ان هو مش محتاج ان هو يدخل يشوف كل تفصيله حاططها. انا بس عايزه يفهم ان انا ايه، بحب التعليم وبحب احسن من نفسي. استمرارا في نفس المبدأ قلت له طب ده انا عندي كمان مانجر تستمونيال. انا مديريني في الشغل كانوا رشحوني على لينكد ان السوشيال ميديا تيم ليدر. الاكونت مانجر في هايف كانت عامله لي ترشيح، او مش ترشيح، كنت زي موظف شهر كده. فده ايميل اهوت الناس بتشكرني، ده حد بيرشحني، فيبقى تمام. تمام. ده منتور، فاحمد العشري منتور بتاعي، فكان مرشح لي في لينكد ان انا شاطر جدا في جزئيه معينه وهي برودكت بيدجز وهكذا. فيبدا ايه، تمام. فيبقى في منتور تستمونيال. انا مش محتاجه يقرا الكلام، انا محتاجه يفهم ان ده موجود في منتور تستمونيال، في مانجر تستمونيال، في كورسز، في نولج ادفانتج. انا عندي ميزات تعلميه مهمه، واخترت اهم الحاجات اللي بتفرقني ككوبي رايتر. ان انا دارس قوي كونفرجن، عارف الديجيتال استراتيجي بتتعمل ازاي، دارس براندنج، دارس كوبي رايتنج فور جرافيك. ده يديك ادفانتج عن غيرك، يديك ميزه تنافسيه عن غيرك. تبدا ايه، يبدا الكلام ده يلينك مع اللي بيشوف ويقول لك ده مش كوبي رايتر عادي، ده كده احسن، ده كده انا ممكن استثمر فيه افضل. ليه؟ هيديني رايه، هيجيب لي سيرفيس مختلفه، هيقدم لي حاجه بشكل مختلف، وهكذا. بعدها قمت قايل له ايه، طيب ايفورت يبقى ارقام. تعالى نتكلم بالارقام. هنا الارقام مش شرط مبيعات يا جماعه. رقم مبيعات اوكي، رقم مهم وحلو، بس انت كتبت كالندر، كام كالندر كتبتها، كام عميل اتعاملت معاه، كام برودكت سكريبشن حطيته، كام ويب سايت اتعاملت معاه، وهكذا. فانت محتاج ايه، محتاج انك تكون دايما محافظ على التراك ريكورد بتاعك، وعارف انت عملت ايه في السنين اللي فاتت، عملت ايه في اخر 6 شهور، عملت ايه في اخر سنه. والارقام تبقى ارقام حقيقيه، ما تعملش حاجه فيك. ليه الفيك بيتقفش؟ الفيك هتقعد في الانترفيو هيتقال لك انت، عملت ايه بقى في المره الرقم مش عارف ايه، لما كنت بتعمل ايه، مش هتعرف ترد.
وبالتالي لو ما عرفتش ترد فانت خسرت الجيم كله من قبل ما يبدا، خسرت اصلا الانترفيو اللي بيتعامل معاك من قبل ما يبدا معاك. اوكي. طيب، الاكونتات والصناعات المختلفه اللي اشتغلت فيها هبدا اضيفها. اضافه الاكونتات اللي انت اشتغلت فيها من الحاجات الايه، من الحاجات الحلوه. ليه؟ لان هو بيخليك شايف او بيخلي اللي قدامك يعني شايف الاندستريز اللي ممكن يستخدمك فيها. لو هي ايجنسي فهيبقى مبسوط جدا بالحاجه دي. لو هو مش ايجنسي هيبقى عندك مشكلتين، اما هو هيبقى اكونت مختلف تماما عن الاندستري اللي انت اشتغلتها فبالتالي مش هيبقى عايز يشتغل معاك، او هيعوز يشتغل معاك بس هيعوز يعمل لك تيست الاول، او ان هو اصلا ايه اكونت من ضمن الحاجات دي فهتبقى ميزه بالنسبه لك، واهلا وسهلا مبروك هتشتغل عشان انت اشتغلت اوريدي في الحاجات دي. طيب، بتحط بعدها التوب براند. التوب براند اللي انت اشتغلت معاهم ممكن تحطهم اصلا فين؟ ممكن تحطهم في الاول، تبقى تاني سلايد بعد البروميس مثلا، او اول سلايد يعني بعد اسمك حط البراندات اللي اشتغلت معاها بعنوان مختلف. طبعا مش هتقولها توب براند، مثلا ممكن تقول ان انت كولابوريتد مع دول، او ان انت شركاء النجاح، حاجات بالمعنى ده. كتاني سلايد هتبقى حلوه. هتفيدك في ايه؟ هتفيدك لو انت اشتغلت مع كام عميل كبار هتلمع في عين اللي قدامك، فلما تلمع في عين اللي قدامك يبدا ايه؟ يبدا يقول لك اه تمام حلو كمل، يلا نجيبه، يلا نشوفه، يلا نجيبه في ميتنج. اصلا الاتش ار ما بيشوفش الفايل، واصلا تاني الكونتنت مانجر والكونتنت هيد والكونتنت ليد والكريتيف دايركتور ما بيشوفوش البورتفوليو. انت محتاج تبهره وتقنعه في اول وتاني سلايد وتالت سلايد، بالكتير 5 سلايد. يعني هو اخره معايا انه يشوف السلايد دي، مش هيكمل الباقي. لو كمل الباقي خير وبركه. طيب، هيكمل الباقي يروح هنا مثلا، انا حاطط ايه؟ حاطط كيس ستاديز، انا عندي كونفرجن فعندي ارقام. فالارقام بالنسبه لي انا كاتب له هنا ايه، حتى عشان انا عارف ان هو ممكن ما يكملش كتبت له اهم السيرفيس اللي بعملها 3 ادز وايميل وبرودكت ديسكربشن. فيبقى برضو ايه، شافه فين قبل ما يكمل. حلو. فانت في الكيس ستاديز بتحط ايه؟ بتحط ال القصه، بتحط عنوان للكيس ستادي، عنوان. حلو. فده والله احنا عملنا 10 مليون في بلاك فرايداي سايبر مانداي كامبين في 2025 في 2024. حلو. فوالله ده اسم الكلاينت اهو، الاندستري اهي، التشالنج او التحدي اللي كان موجود كان فيه كذا كذا، والله احنا بدأنا متأخرين وما كناش عارفين نتصرف ومش عارفين نعمل كذا كذا، كل القصة دي. والله الميتريكس اللي قسناها عشان نتابع التحدي، نتابع الارقام دي يوميا، كنا بنقيس الديلي اوردر، كنا بنقيس الافريج فاليو، كنا بنقيس طبعا الكلام ده لو انت مش فاهمه دلوقتي فمش مشكله، عادي. لو انت جونيور ولسه مش فاهم الكلام ده ومش فاهم معنى المصطلحات دي فعادي جدا. ليه عادي جدا؟ عشان انت جونيور، فاحنا متفاهمين ده وكلنا فاهمين ده، عادي جدا، الموضوع بسيط، هيجي مع الوقت. والله الطريقه او التاكتكس او الميثودولوجي اللي استخدمتها، والله انا طلعنا 50 اد كوبي، طلعنا لوكالايزد اد كونسبت عشان هو كان بيشتغل في مصر والامارات، طلعنا ايميل كامبين، طلعنا اي بي تيست، والريزلت ان احنا عملنا الرقم ده في خلال شهر. تمام. يبقى دي كده كيس ستادي مختصره ومباشره، وبتوضح ان انت شخص فاهم، عارف تاسكاتك وعارف شغلك، عارف شغلك بيأثر ازاي، عارف شغلك بيأثر ازاي. كان حد من التيم بيسألني عن النقطة دي، هو انا ككوبي رايتر ولا البرفورمانس ماركتير المسؤول عن الارقام؟ هقول لك البرفورمانس، تمام. ولكن الكوبي رايتر او الكونفرجن كوبي رايتر او البرفورمانس كوبي رايتر هو ستيل بيكتب بغرض البيع، وبالتالي اي نجاح للتيم هو نجاح ليا. زي لعيبه الكوره كده، محمد صلاح خد الدوري، يبقى محمد صلاح مش لوحده، ليفربول خد الدوري ومحمد صلاح كلاعب، وبالتالي انا لاعب في التيم. فانا كمهاجم او ولا كايا كان انا وظيفتي ايه في الملعب، فانا فرد في التيم، هاخد الكيس ستادي واكتب عن ان انا كنت كوبي رايتر فيها وعملت التاكتكس دي، ساعدت ان انا احقق الرقم ده. فانا ما بقولش ان انا لوحدي. لو انا عاملها في شركه هكتب جنب اسمهم، هكتب اسم الشركه، هكتب بين قوسين اسم الشركه كذا كذا. تمام. لما ده كان فريلانس مثلا فخلاص انا كتبت اسم الكلاينت مباشره. هنا بحط ايه؟ انا حاطط الديزاين على سبيل ايه؟ على سبيل الديزاين، على سبيل الحاجه شكلها حلو،
على سبيل اني بوري جزء من الشغل، ولكن ستيل انا مش عايزه يقرا الكلام، وبالتالي انا حاطه معوج وحاطه مقصوص وحاطه بشكل كده بتاع عشوائي، عشان ايه؟ يتفرج يشوف الحاجات المختلفه اللي طلعت وتمام. دي كيس ستادي نمبر 2، وادي ارقامها وادي الاستراتيجيز اللي عملناها. انا كنت فوق بقول ان في عملت كونتنت استراتيجي وفرقت، فحطيت الكونتنت استراتيجي بتاعتي وحطيت الشغل بتاعنا وهكذا. كيس ستادي نمبر 3 مع نجا نجا والله حسنا مبيعاته من الشهريه من 350 لمليون ونص خلال 6 شهور. فعملنا ايه؟ عملنا كذا كذا كذا. فالحته دي بتبين ان انت كوبرايتر فاهم دورك. وتكمل بقى تخلص الكيس ستاديز. انا عن نفسي حطيت ايه؟ حطيت بعد الكيس ستاديز حطيت السيرفيس، وما حطيتش امثله على كل سيرفيس. ما حطيتش اللي هو زي ما قلت لكم كده، ما حطيتش ايه، ما جبتش السوشيال ميديا بلان، ما جبتش السوشيال ميديا كوبي اللي كتبتها وحطيتها. ليه؟ عشان انا مش عايز حد يحكم على الكابشن من بره، لان كل كابشن وليه قصه وليه حكايه وليه براند فويس وليه تون اوف فويس وليه قصه كبيره قوي اللي قدامك مش فاهمها. فما تحطوش كابشن وكوبي. في البدايه ممكن تحط كابشن وكوبي لان انت ما عندكش غيره، بس مع الوقت حاول انك تبني بورتفوليو يكون فيه ارقام تحكي نجاحك، تحكي انت بتعرف تعمل ايه. طيب في البدايه انت محتاج تحط بس يعني الارقام اللي هتستخدمها ممكن تستخدم ارقام زي دي، اللي هو والله انا كام كالندر، كام مقاله، كام برانسكريبشن، كام ويب سايت عملته، كام ايميل، وهكذا. طبعا مش لازم تبقى اشتغلت على كل حاجه، بس انا عايزك تبقى اشتغلت على 3 حاجات على الاقل. كتبت بوستات سوشيال ميديا وكتبت مقالات وعملت وصف منتجات مثلا، فانت كده تمام بالنسبه لي. هعمل لك هايرنج على جونيور بوزيشن. اوكي، فاهمين قصدي؟ بعدها انا حتى هنا ايه قمت حاطط سطر كده توضيحي، لان مش اغلب الكوبرايترز ما بيعملوش النقطه اللي انا عاملها دي، وبيحطوا امثله من البوستات اللي كتبوها. فقلت لهم ايه، والله انا مش هشارك معاك البوستات لان كل حاجه مختلفه اللي انا بشرحه دلوقتي دي كده. فقلته هنا في البورتفوليو وقلت له انا هشارك معاك الورك بروسيس، او انا بشتغل ازاي على اي بروجكت جديد. والله دي الورك بروسيس اهو. انا خدت البريف، عملت الريسيرش بتاعي، جمعت تفاصيل، جمعت الماركت ترند، عرفت انا بعمل ايه، عملت شويه افكار، قمت راح بدات انفذ وبدات اعمل لك كونتنت. فعملت بعدها مراجعه وسلمتك في الشغل. فقلت له انا بشتغل ازاي. وهنا كنت باوفر فري اوديت عشان انا بشتغل فريلانس، مش ايجنسي، مش فول تايم يعني وكده فبالتالي حطيت الكونسبت ده، ولكن انت عادي ممكن ما تحطوش. بس وهنا يبقى داتا كونتاكت واضحه ليك، يعرف ايه الشخص يرجع لك. فده كده باختصار فكره البورتفوليو، وانت المطلوب تعمل ايه فيه باختصار. اي اسئله فيه؟ خليني اوقف الريكورد والناس اسمع اسئله. ويا ريت يعني اللي حابب يفتح المايك ويتكلم على طول يقول، احنا عددنا قليل يعني. أه. طيب الانترفيو بقى، احنا تقريبا قلنا كل حاجه هتتعمل قبل ما توصل الانترفيو. هو الشخص هيبقى شاف اللينكد ان بتاعك او شاف السي في بتاعك وكلمك، اداك الكول، فعرفت بيقول لك عرفني بنفسك، قمت انت مديله السمري اللي انت كاتبه في السي في قلت له في الكول، فاتدرب عليه كويس. وبعدها قام ايه حد معاه ميتنج اونلاين مثلا او اوفلاين، ورحت له عشان تعمل الانترفيو بتاعك. كان شاف البورتفوليو او ما شافوش، في اغلب الشركات ما بتشوفش البورتفوليو اصلا، بس ضروري انك تقدمه. حلو. فانت جاي تقدم نفسك في الانترفيو. الانترفيو عامة مشاكله معروفة، بس خلينا اديها لكم بكيسز مختلفة. اول كيس معانا ان شخص يكون كاذب ومحور، يعني كذب ومحور في السي في والبورتفوليو بتاعه، وحاطط شغل مش شغله، وكاتب كلام عن نفسه مش حقيقي. فبالتالي الانترفيور ذكي، الانترفيور ده مش حد غبي، هو اكبر منك وعنده خبرات، فبالتالي هو قفشك اصلا. هو جايبك يزنقك في الكلام عشان تبدا تقول له ايه، يبدا يقول لك والله هو انت عملت ايه لما كنت في العربي جروب. فتقول له والله انا كنا بس شغالين على السوشيال ميديا وبنعمل كامبينز فيقول لك طب الكامبين الفلانيه عملت فيها ايه، تبدا تتزنق، تبدا ما تعرفش تتكلم. فانت مهم ان انت ما تحورش في اي حاجه من الخطوات السابقه دي. ولو هو دخل عليك الانترفيو وهو فعلا مقتنع بيك، فساعتها عايز اقسم لكم ان هيبقى اسهل انترفيو في حياتكم. ليه؟ عشان انت مهدت الانترفيو كويس قوي في كل مرحله من اللي فاتوا. زي بالظبط كده احنا في الكوبي رايتنج لما نبقى عاملين السوشيال ميديا كوبي حلوه، فالعميل بيدخل الويب سايت عايز يشتري، او مش عايز يقرا الديسكربشن اللي موجود جوه. ليه؟ الكوبي اصلا كانت اقنعته ان هو يشتري، هو داخل عايز يدور يشوف البوتن فين،
وريني موتور الشراء فين. هو كذلك في الانترفيو، عايز يشوفك ويشوف اللي انت اتكلمت عنه في الفات ده حقيقي ولا لا. هيبدا يسالك اسئله لو هو حد تكنيكال وفاهم، هيبدا يسالك شويه في الاسئله التكنيكال، ويسالك حاجات ليها علاقه بالايه. يعني زي مثلا لو انت جونيور هيسالك يعني ايه ريتش وامبريشن، يعني ايه انجيجمنت، ازاي بتزود الانجيجمنت في البروفايل في البيدج مثلا اللي انت ماسكها، ايه الافكار اللي انت ممكن تعملها عشان تعلي الريتش بتاعك، ايه الافكار اللي ممكن تعملها عشان أو عشان تقسم الكالندر 15 بوست بتقسمهم ازاي بتعمل كونتنت استراتيجي، ايه العناصر بتاعت الاستراتيجي. هيسالك اسئله من دي. فساعتها دي اسئله انترفيو عاديه جدا، وانت المفترض ان انت عارفها عشان انت مذاكر وخدت كورسات واجتهدت واشتغلت على نفسك. فساعتها هتلاقي الكلام كله سهل، وباذن الله يعني هتجاوب عليه وانت قاعد كده مرتاح ومن غير اي توتر ولا اي جهد. مش هتلاقي حد يغطي عليك، ومش هتلاقي حاجه دي كلها. ليه؟ عشان انت رايح وانت اوريدي موحد ان انت شاطر، فمحدش هيزنقك في حاجات الرخمه بتاعت الاتش ار اللي بتحصل. طيب، من الانترفيو، لو انت رايح شركه كوربريت، شركه كبيره فيها 200 موظف مثلا، فوق ال 100 200 كده، فانت لازم تروح بالدريس كود. فاما تسال الاتش ار قبلها عشان الاتش ار يقول لك انت الدريس كود بتاعك ايه، هتروح لابس ايه، بدله ولا كاجوال ولا سيمي فورمال ولا عامل ازاي. والنقطه التانيه انك تروح وانت عارف تتكلم حلو، وحافظ على كلامك وحافظ على مصطلحاتك ونظراتك وقعدتك. كل الموضوع ده بيدي الايه الامبريشن بتاع الانترفيو. ده في الكوربريت اكتر. لو ايجنسي او ستارت اب فعادي، روح بالشورت، روح بالقميص المشجر الهواوي بتاعك، عادي جدا. ليه؟ عشان هم هناك كده عادي. لو انت عايز تروح بشكل سيمي فورمال يا ريت، يفضل. ولكن لا مانع لو رحت بشكلك التقليدي الكاجوال العادي جدا، لان هم كشركات هم ستارت اب في النهايه وايجنسيز، فالجو فيها حلو وسهل يعني. الكوربريت محتاج الايه الحته الفورمال، والحته اللي فيها شويه شركات، جو شركه. انت ذا اوفيس. ايه تاني ممكن نتكلم فيه في الانترفيو؟ زي ما قلت لكم كده، الاسئله التكنيكال دي تبقى رايح مذاكر كويس، مذاكر التكنيكال كويس. يعني ممكن تراجع بقى كورس خدته مثلا، تراجعه قبل ما تروح، حاجات زي كده. في كتاب فيه اسئله عن كل بوزيشن في الكريتيف اندستري بتاعتنا، هبعته لكم. كانت من لسه عاملينه من كذا سنه، 5 سنين تقريبا. ايه تاني ممكن اقوله؟ في الانترفيو احنا زي ما قلت لكم، انت ما تتوترش. انت جاي تتناقش معاه في حاجه وتشوف جو الشركه مناسب ليك ولا لا. فالتوتر ده اهم نقطه تلغيها من الانترفيو من حياتك كلها. ليه؟ هو موضوع بسيط. انت عملت واحد اتنين تلاته، وده فعلا انت كاتبه عن نفسك، وده اللي انت فعلا محققه وفعلا رايح عليه. فما تقلقش من حاجه، والموضوع هيبقى ابسط من البساطه بالنسبه لك في الانترفيو، يعني هتعدي بسهوله. آه، هيطلب منك تاسك. احيانا في شركات بتطلب التاسكات في جوه الميتنج، ويقول لك طب اكتب لي كوبي. فانت ما تتزنقش الزنقه دي. انا عامه ما بحبش اتزنق الزنقه دي. فبرد رد ايه، برد رد طب انا هقول لك البروسيس بتاعت الكوبي. ليه؟ عشان الكوبي ما بتتكتبش في قعده، وانا وانت واي كوبي رايتر شاطر فاهم الكلام ده. فما تجيش تقول لي اكتب لي دلوقتي كوبي، ما انا مش مكنه، انا مش قاعد بطلع كوبي وانا قاعد. مفيش الكلام ده. فالحل انك تقول له البروسيس بتاعتك، انت بتشتغل ازاي، او انا بفكر في ايه. مره اتسالت في انترفيو بيع لي مروحه، فبدات افصص له المروحه واقول له والله المروحه اهي، ادي اليو اس بي بتاعتها، وادي البرودكت بتاعي فيه تفاصيل دي، انا عايز اقدم البرودكت دي في التفاصيل دي في الكوبي دي. هخترع الهوك اهو، احط ماضي بالشكل ده، وده طبعا مبدئيه، ودي طبعا هيتعمل عليها ايديت كتير لحد ما تطلع على النور. بس كده. الجواب ده لوحده كفيل يفهم اللي قدامك انك فاهم. وتقريبا ده معظم الحاجات. لو طلب منك تاسك تعمله بعدها تسلمه بعدها بيومين والكلام ده اعمله. في هنا نقطة ناس كتير بتقع فيها، إن شركة تكون نصابة وبتطلب تاسك كبير عشان تاخد التاسكات بتاعت الناس وتلمها كشغل وتسلمه للعميل. دي شركات نصابة، ما تتعاملش معاها. لو الشركة موثوق منها وطالبة منك تاسك كبير فعلا، فهو بيبقى غلطهم حاجة تانية. غلطهم إن هو بس يشوفك تحت الضغط بتعمل إيه، تعرف تشتغل ولا لأ، تعرف تسلم الشغل وبسرعة ولا لأ. يعني أنا كنت طلب مني تاسك عباره عن استراتيجي، واتنين يو سي سكريبت، وخمسه كوبز.
خلال 48 ساعه. فاستراتيجي دي كلمه كبيره، بتتعمل في 5 ايام، وهو مطلوب مني في 48 ساعه. انا عشان نفس النقطه ان انا كنت مظبط البورتفوليو، كنت مظبط السي في، وفي القعده التكنيكال بتاعه الانترفيو كنت بتكلم حلو والراجل فاهم كويس ان انا فاهم كويس. قام ايه اللي حصل؟ بعت له قلت له الاستراتيجي هتاخد مني 5 ايام مش يومين، ما ينفعش. قال لي المطلوب، هو غششني يعني، هو كان مديري في الشغل، غششني. قال لي ايه؟ قال لي المطلوب كله انك تعمل قد ما تقدر منها، فهو يشوفك ايه، يشوفك حاولت، بس كده، ده كل الدماغ. فاحيانا مش كل الشركات نصابه، هو بس محتاج يشوفك ايه وانت بتحاول وانت بتنجز وانت مضغوط هتتصرف ازاي. فده جزء من التستنج اللي بيحصل. فمش شرط تسلم كل تاسك، مش شرط تسلم كل الحاجات اللي هم طالبينها. اختار منها ووري له انا كده كويس ولا لا. لو لقيت حاجه شاكك انها نصابه، فروح سيرش على اسم الشركه في فيسبوك، وسيرش على اسم الشركه في لينكد ان، وسيرش على تجارب الناس في الجروبات بتاعت الكونتنت. ساعتها هيقول لك انت مين، وهتعرف يعني انت الشركه دي مناسبه ليك ولا لا. لو سرشت عليها هتلاقي الكلام عليها بيتقال ازاي، هل هم نصابين ولا لا. ايه كده تقريبا اغلب الحاجات اللي كنت عايز اقولها لك في الانترفيو يعني. أه وقت الاسئله، لو اي اسئله موجوده يلا بينا. هنوقف الريكورد وشكرا لكم.